السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا الحوار حول أهم وآخر المستجدات على الساحة المصرية وطبيعة حالة الاستقطاب والجدل المتصاعد المتصل بشأن مجلس الشعب المنحل والإعلان الدستوري المكمل واللجنة التأسيسية للدستور. كما سيدور الحوار حول آخر الأخبار التي تشمل لقاء دكتور مرسي رئيس الجمهورية ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، وقرار محكمة النقض عدم اختصاصها في نظر صحة عضوية نواب مجلس الشعب المنحل. أيضا سيشمل الحوار قضية العفو عن المعتقلين السياسيين وقضايا أخرى كثيرة. ومصر إلى أين؟ إذا دعونا نرحب بضيف هذه الحلقة وضيف هذا الحوار الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل. أهلا بك أستاذ حازم. ألف مرحبا. بداية يعني أناديك شيخا أم أستاذا؟ لا شك أنه لقب الشيخ له جلال أخص، ولكن على كل حال أنا أنادى بكلا الندائين. طيب، يعني على حسب ما يقول لساني أستاذ على شيخ. حسب ما تجري به ما يجري القريحة على لساني. طيب أستاذ حازم، دعوت للاعتصام في ميدان التحرير ومواصلة الاعتصام بعد تظاهرة الجمعة، في حين انفضت قوى أخرى لحين إلغاء الإعلان الدستوري المكمل والوصول إلى صلاحيات شاملة لرئيس الجمهورية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف سيدي، احنا لازم نختار، وأنا الحقيقة أنتقد اختيارات فصائل وجماعات وأحزاب وائتلافات سياسية كثيرة. هو إحنا بنمارس أعمال رمزية، بنمارس فعاليات رمزية، ولا بنمارس فعاليات حقيقية لإحداث تغيير؟ ده قرار، يعني ده قرار يتخذ إن واحد ياخد قرار أنا عايز أغير ولا أنا بأظهر احتجاج. 25 يناير كانت ميزتها الكبيرة أنها كانت قرار شعب بأنه لن يغادر الميدان إلا إذا حدث التغيير والتحول. مش هنمشي، هو يمشي. ما يأتي بعده ما لم يكن بهذه الصورة تضيع الأمور. إحنا الآن أمام كارثة تاريخية، وأنا مش عارف إزاي الناس مش حاسة بكده. الإعلان الدستوري اللي صدر أخيرا المكمل اللي يسموه الإعلان الدستوري ده، المصيبة الكبيرة فيه أنه تحول تاريخي لأول مرة في تاريخ مصر الحديث، يعني لم يحدث أبدا، وهو نقل الجماعة بتوع القانون الدستوري الدستوريين، وأنا رجل قانون، يعرفون أن في حاجة اسمها سلطة السيادة. سلطة السيادة في مصر زي بقية شعوب العالم طول العمر للشعب، زي بقية شعوب. لأول مرة في التاريخ المصري الحديث كله سلطة السيادة تسرق وتغصب وتنقل من الشعب إلى المجلس العسكري، المجلس العسكري وبتشكيله الحالي ومتناغما مع المحكمة الدستورية. قل لي بقى يا أستاذ، كيف يقبل شعب بنقل سلطة السيادة؟ اللي حصل إن كان بدأ اعتصام بالفعل في ميدان التحرير، والحقيقة ان احنا كنا في غمرة الناس، كنا مع الناس. فوجئنا بانهم في يوم من الايام قالوا خلاص احنا بنعلق وبنمشي. تعلق وتمشي الموضوع علشان ايه؟ لغاية يوم 10. هو يوم 10 هيحصل ايه؟ لذلك انا الحقيقة حزين من حكاية ان المسألة تبقى تظهر كما لو كانت تمثيلية، كما لو كانت خلق الاحباط عند الناس، انه احتشد تفرق، احتشد تفرق، مرة واثنين وثلاثة. انت عارف حضرتك لما صدر حكم إدانة حسني مبارك الناس نزلت الميدان شوية، يوم ولا اتنين خلاص روحوا، فالواحد يقول ما فيش فايدة. بعد شوية حل مجلس الشعب، الناس ملأت الميدان، شوية تفرقت. بعد شوية قانون العزل السياسي وسمح للدكتور شفيق بالخوض الانتخابات، الناس نزلوا بعدين تفرقوا. تتعلم الشعوب الإحباط إنه خلاص ما عادش فيه فايدة. إذا كان هذا هو المقصود علينا أن نسلك السبيل، إن لا، نحن نريد أن نحدث التغيير. التغيير إن إحنا مش هنقبل إنه الإعلان الدستوري يفضل موجود، والمسألة مش مؤجلة ولا مرجئة ولا على التراخي، ومحدش في الدنيا يقول إن وزير دفاع مصر لا يختار شعب مصر. فهي الاعتصام والنزول إلى ميدان التحرير هو في واقع الأمر كان إدراك إحنا مش عارفين هنفشل ولا هننجح. وشوف أنا قدمت هنفشل قبل هننجح ليه؟ عشان أقول إن ده مش عنصر، إحنا بنعمل اللي علينا، إحنا بننادي الناس
وبالعكس أنا قلت للإخوان المسلمين، قلت للدكتور مرسي، قلت لكده إنه ممارسة الصراع بسلوكيات وأدوات المعركة القانونية، يبقى أنا مش فاهم أنا بعمل إيه. طيب يا شيخ حازم، يعني أنت وصفت الإعلان الدستوري المكمل بأنه كارثة تاريخية خطيرة، وهناك من وصفه بالانقلاب الناعم، وهناك من وصفه باللفظ أخطر من ذلك وهو الفجور. أنا قلت عنه إنه الإعلان الدستوري الفاجر، وأسميته احتلالا لشعب مصر، إنه لأول مرة يصبح العسكر آلة وإن كانوا مصريين إنما يصبحوا جهة احتلال. طيب هذا في حين أن المجلس العسكري يعني علل هذا الإعلان الدستوري المكمل بأنه كان ضرورة هذه المرحلة الانتقالية لمصلحة الوطن، فيما يصفه أيضا بعض القانونيين بأنه مستند إلى قرار أو إلى قوانين وإلى مواد دستورية. فماذا في ذلك إذن؟ لا، المجلس العسكري بصفته إيه يقول كده؟ بصفته مين؟ بصفته شعب مصر، يعني هيفرض رؤيته ونظرته على الشعب المصري. وبعدين حالة ضرورة، انت عارف حضرتك المحكمة الدستورية مع الأسف المؤسفة الموجودة عملت 7 حاجات في يومين علشان تخلق للمجلس العسكري فرصة إصدار الإعلان الدستوري. أولا قبل اليومين نظرت القضية سريعا جدا، اللي بتنظرها في سنين نظرتها سريعا جدا. نمرة 2 في جلسة واحدة بدأت وخلصت وحكمت. نمرة 3 طبعت الحكم ووقعته وبعتته للمطابع الأميرية في نفس اليوم. نمرة 4 استدعت إصدار عدد استثنائي من الجريدة الرسمية عشان يصدر في نفس اليوم. نمرة 5 المشير طنطاوي طلع قرار تعيين الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية قبل 20 يوم من انتهاء مدة اللي موجود قبله، فبقى رئيس المحكمة الحالي فاروق سلطان موجود، وبعد 20 يوم لما هيجي الوقت علشان مش رئيس الجمهورية اللي يعينه، المشير طنطاوي يعينه. كل ده ليه؟ تعرف لو كل ده كان معمول علشان نجنب الوطن فتنة، مثلا نقول والله كتر خيرهم خالفوا الأعراف والتقاليد والقيم والأساليب والقواعد علشان يجنبوا الوطن مشكلة، إنما ده علشان يخلقوا مصيبة ومحنة في الوطن. تقول تخلي المشير طنطاوي يقول يا خبر أبيض ده احنا خلاص يروح مطلع الإعلان الدستوري. فإحنا المجلس العسكري ليس وصيا على شعب مصر، ولا يستطيع، ملوش المكنة، ما عندوش الاختصاص، ما فيش نص بيقول له كل ما يتحل مجلس الشعب ترجع لك سلطة التشريع، ما فيش نص بكده. وبالتالي ما حدش يقول لي ان كانت ضرورة. ليه بقى؟ لانه افرض ضرورة وانا مش لاقي الجهة اودي لها سلطة التشريع، ما فيش في مصر دي كلها غير المجلس العسكري. ما فيش عندي ده مجلس القضاء الاعلى، ما فيش عندي مجلس الشورى المنتخب، ما فيش عندي حتى مجلس الشعب اللي منحل ولكن بصفته اخر هيئة منتخبة. ما عادش فيه في مصريين كلهم حد يحط سلطة التشريع والموازنة العامة إلا المجلس العسكري. خلاص كلنا ما فيش. فضلا عن أنه الإعلان الدستوري ما تضمنش الضرورات بس، ده تضمن زيادة عن الضرورات، تضمن حاجات من ضمنها، ودي مصيبة كبيرة، أنه يا شعب مصر يا 85 مليون ولا 90 مليون، أنا هحول بينكم وبين أنكم تستفتوا نفسكم على اللي أنتوا عايزينه. لو الشعب أجمع على أنه يستفتى على جزء معين من الدستور، هو يقدر يقول لا، ممنوع الشعب ياخد رأي بعضه في الموضوع ده. دي مصيبة. طيب شيخ حازم، أنت تحدثت عن أن الموضوع كله بين يدي سلطة الشعب وسيادة الشعب، لا يستطيع أحد أن ينزع هذه السلطة من الشعب ويعطيها لأي أحد أيا كان، ومنها المجلس العسكري، في حين أن الشعب الآن أصبح شبه منقسم. يعني إذا كان هناك ميدان التحرير، أو إذا كان هنا ميدان التحرير، فهناك ميدان روكسي فيه من الملايين أيضا التي تؤيد الإعلان الدستوري المكمل، وراءه الملايين اللي هم انتخبوا أحمد شفيق 12 مليون أو 12 مليون. يعني إذن الوضع اختلف. ميدان التحرير الأول كان يعد رمز للشعب للخروج على النظام البائد، أما الآن فالعملية اختلفت. ملامح جغرافيا سلطة الشعب أو ملامح وجه الشعب المصري اختلفت وانقسمت. عشان كده وعشان كلام حضرتك صادق، أنا قلت أين الرموز؟ فين السياسيين؟ فين الاتجاهات السياسية؟ هو دي اتجاه فصيل إسلامي واحد؟ فصيل سياسي واحد؟
دي كارثة ان العسكر اصبحوا سلطة السيادة، ولذلك التاريخ يبدأ يكتب الآن سجله. مين اللي موافق على كده؟ في ناس فضلوا يطبلوا ويقولوا احنا ضد سلطة العسكر، ودلوقتي ساكتين تماما، وتاريخيا سيتحملون أمام الأجيال فعلا المجموعة دي مثلا 10 20 30 واحد إنه جم في ساعة الجد وتركوا العسكر. ولذلك أنا بقول لهؤلاء مفيش مانع إنكم تخافوا من استحواذ فصيل واحد، لكن ما تخلوش تمن ده، التمن اللي يدفع هو بيع سلطة السيادة كلها من الشعب للعسكر. احنا يا أستاذ أيمن من ساعة 25 يناير رجعنا للشعب 4 مرات. في الاستفتاء أغلبية أعطت اتجاه معين. دخلنا في انتخابات مجلس الشعب وقلنا للناس ما قال مالك في الخمر، قلنا لهم اوعوا تدوا الناس دول، فالشعب ادالهم. فرجعنا للشعب في مجلس الشورى وقلنا لهم ما تخلوش فصيل يستحوذ، فالشعب ادالهم. فرجعنا لهم في انتخابات رئيس الجمهورية وقلنا لهم اوعوا ياخد وإلا تكتمل، فالشعب ادالهم. الله، الشعب إذن اتخذ قراره واتجاهه. من هذا الذي يأتي ليفرض هيمنة على اختيار الشعب اللي توالى 4 مرات؟ ليس أمامنا الآن إلا أن نسلم. أدي ليبيا هي، مش ليبيا بيقولوا إن فيها بوادر إنه التيار الليبرالي هياخد هو مش ليبرالي قوي لكن مش الإسلامي يعني، هياخد أصوات أكتر، ومع ذلك إحنا قلنا إيه؟ قلنا خلاص هذا اختيار الناس هناك. لذلك الحقيقة الناس اللي بيزعموا إن هم ضد هذا الكلام مشكلتهم ومصيبتهم إنه بيصرح بإن أنا عايز البلد يستلمها. في بعض السياسيين على فكرة المشهورين الرموز العالية جدا مع الأسف الشديد موافقة على تسليم البلد لسلطة الحكم العسكري. وهتشوف اللي هيحصل بقى. الدستور هتدخل فيه الأحكام، وهو الإعلان الدستوري ده بيفتح الباب، هتدخل فيه الأحكام اللي تخلي للعسكر سلطة. نخش في موضوع زي تركيا بقى 60 70 80 سنة الله أعلم في وصاية على الشعب من السلطة العسكرية. طيب أنت تحدثت عن من وافقوا على هذا الإعلان الدستوري المكمل ومواقف بعض المتحولين أو المتغيرين إذا صح التعبير. أيضا هناك من ينظر إلى أن الدكتور مرسي نفسه أقر ضمنيا بالموافقة على هذا الإعلان الدستوري المكمل بأدائه اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وهذا ما وافقهم فيه كثير أيضا من القانونيين وفقهاء الدستور. نعم. أيضا هناك نقطة هامة حتى أترك مساحة الإجابة لحضرتك، وهي إن يعني عندكم في فقه الأولويات إن الفعل المناسب في الوقت المناسب، يعني على ما أفهم يعني. لماذا لم تقفوا هذه الوقفات عندما أعلن أو أقر المجلس العسكري هذا الإعلان الدستوري المكمل قبل جولة الإعادة؟ نعم. أولا ودي نقطة مهمة، رئيس الجمهورية إذا رأى لمنهجه هو، طبعا أنا قد أختلف معاه وقد أتفق، حضرتك قد تتفق وقد تختلف، إنما إذا رأى أنه من أجل أنه يستلم سلطاته وأنه هو تستقر الأمور أنه هو يؤدي اليمين الدستورية، دي قضيته. إنما الإعلان الدستوري بيلمس سلطة الشعب كله، ولذلك قضية الشعب نفسه إنه لا يترك، مش ما ينفعش يبقى لنا رأي جنب رأي العسكر بهذه الصورة، فدي قضية الشعب. عشان كده أنا أول ما قيل إن الرئيس مرسي هيلقي أو هيقسم اليمين قدام المحكمة الدستورية، أول حاجة طلعت بيان قلت فيها حتى لو رئيس الجمهورية لعذره استجاب لهذا فالقضية قضية الشعب وليست قضية رئيس الدولة، وإحنا هنقف. أما النقطة الثانية الخاصة بأنه ليه ما وقفناش ساعتها، بالعكس إحنا وقفنا ساعتها، لأنه هو اللي حصل ساعتها أنه فور إصدار الإعلان الدستوري حصل هياج وحصل كلام ثم بدأ اعتصام، وهذا الاعتصام إحنا كنا موجودين فيه وكل الناس كانت موجودة فيه. والحقيقة انه احنا نستغفر الله للذين فضوا هذا الاعتصام او علقوه، لانهم مدوا احساس للناس ان بدل ما هي قضية محسومة، لا ده احنا بننزل شوية ونرجع شوية، مسألة على التراخي. انت بتعلم الشعب ان هذه القضية قضية تراخي. ولذلك انا بقول بمنتهى الوضوح ان احنا لن نوافق على انه مستجدات الاحداث تلغي هذا الحدث الجلل، ومش هنوافق على الشوشرة بأهداف أخرى احنا نازلين عشان 1 2 3. لا، الإعلان الدستوري مسألة مهانة غير عادية،
فاحنا بالعكس أدركناها في أول لحظة ونزلنا من أول لحظة، وكان الكلام واضح ولا يزال. وأنا في رأيي الشخصي إنه الناس لو تراجعت الآن تستاهل ذل العمر. وأنا بقول لحضرتك إن الفصائل السياسية مع الأسف بتمارس المواجهة بس بقواعد السياسة، ما ينفعش. لكن الدكتور مرسي حتى لم يتعرض إلى هذا الجانب والإعلان الدستوري المكمل في عديد من الخطب التي ألقاها على الجمهور، سواء من خلال الفضائيات أو الاحتفالات أو ما تحدث به في ميدان التحرير. لأنه أصبح رئيسا للجمهورية، فأصبحت في يده أدوات فعل بدل أدوات كلام، وأصبحت في يده أدوات تفاوض مع السلطات الموجودة. فهو ظن أنه يستطيع من خلال أدوات الفعل ومن خلال أدوات التفاوض أنه يبقى دي بديل عن الخطاب السياسي، وأنا لا أرى هذا. أنا بالعكس أقول عليه أن يكون رئيسا، أو يعني ينبغي أن يكون رئيسا متكلما، وانه يشرح للناس، لانه الجماعه دول مش هيسيبوه ولا هيحصل كده. يعني هل تؤيد مثلا وجهه نظر الكاتب علاء الاسواني في ان يجب على الرئيس ان ينتزع صلاحياته والا سيظل سكرتيرا للمجلس العسكري؟ ده بلا شك. ده انا ارى ان الان ان هو اتاخر جدا. يعني هو المنهج اللي هو بيتبعه بأي طريقه؟ لا شوف حضرتك، انا ذكرت الطريقه من اول لحظه وهكررها الان. رئيس اولا هو اتاخر ليه؟ لانه ظن، وظن ده غلط. ليه؟ لانه ما ينفعش انا اظن ايه ده، انا في مواجهه ناس لن يتركوا. وهتشوف ان هو هيفضلوا الاخوان ورئيس الجمهوريه من ناحيه مع الناس دول يفضلوا ياخدوا يدوا ياخدوا يدوا، بعدين في الاخر هيتبين المساله كده، مش هتيجي غير بمواجهه او بانهم يخضعوا وينحنوا. انما انا قلت الاقتراح من اول لحظه قرار جمهوري، قرار جمهوري بعرض إعلان دستوري على الشعب في استفتاء. بعد أسبوع ينزل الاستفتاء. القرار الجمهوري جائز قانونا، واستفتاء الشعب إرادة خلاص تلغي أي حاجة. الإعلان الدستوري ده فيه 6-7 مواد. نمرة 1 إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، نمرة 2 تحصين الهيئة التأسيسية، نمرة 3 الشيء الفلاني بالنسبة للهيئة القضائية، نمرة 4 مين اللي يمسك سلطة التشريع. وهنحتشد، أنا واحد من الناس ألف محافظات مصر كلها تأييدا للاستفتاء بنعم على هذا. بمجرد ظهور نتيجة الاستفتاء سيدخل هؤلاء أعداء الشعب، هؤلاء سيدخلون الجحور، هينتهوا من الحياة السياسية. طيب لكن أستاذ وأقل من كده هم اللي هيكسبوا. طيب لكن يعني في إطار وجوب انتزاع صلاحيات الرئيس أو انتزاع الرئيس مرسي صلاحياته بهذه القرارات، حاول انتزاع هذه الصلاحيات في قراره بعودة مجلس الشعب، وأشار عليه قانونيون بالتأكيد. أكيد أنه لم يتخذ هذا القرار يعني عشوائيا ولا من وجهة نظره فقط، بل بالتأكيد عرضها على قانونيين أشاروا عليه بأن هذا القرار يستند إلى قانون، ومن حقه كرئيس للجمهورية أن يعيد مجلس الشعب مرة أخرى. فيما وصف هذا القرار بالضربة القاضية، وجدناه يعود فيه مرة أخرى ليعلن احترامه لأحكام القضاء. لا هو مش يعود فيه، هو صدر حكم ضده فخلاص، إنما هو لم يرجع فيه. إنما شوف يا سيدي، هو أعلن احترامه فمش بيرجع، هو صدر حكم ضده. ما هو كان في الأول حكم قضاء أيضا. لا طيب كويس. شوف حضرتك، أولا عشان أكون واضح جدا، يوم حلف اليمين قدام المحكمة الدستورية لما كان هيحلف اليمين بدون بث تلفزيوني مباشر، وبعدين المحكمة الدستورية رفضت هذا، لو أنا مكانه وكنت يعني، بس طبعا هو يعني هو على خير إن شاء الله، إنما هو لأنه يستشعر المسؤولية، هو أكثر رغبة في أن الأمور تمر، عايز السفينة تصل إلى بر النجاة. يعني أنا أقدر شعور المسؤولية، لكن في الحقيقة أنا الذي كنت أحبه انه يروح قايم وخارج. بس هذه الاخبار غير موثقه، لم تعلن مصادر رسميه هذه ده صحيح الاخبار. ده تسامع. نعم ده تسامع. يخرج ليه؟ يخرج لانه المحكمه الدستوريه عندها نص قانوني انه يحلف اليمين قدامها.
لكن ما عندهاش نص قانوني تلزمه بالظبط بالإعلان. وعليه أن يضعها في حجمها الصغير اللي هي حطت نفسها فيه. نفس الكلام دلوقتي، الاستفحال الأمر لما ما تحطوش في حجم صغير، ما الذي حدث؟ اللي حصل النهاردة أنه لما صدرت الأحكام صدرت في أمور هم غير مختصين بيها. أنا في رأيي وأنا بجاوب حضرتك إجابة دقيقة جدا في النقطة دي بالذات، إن هو بيمارس المواجهة بممارسة الأدوات القانونية. ولا الأدوات الصراع والمواجهة القانونية لها أدوات مختلفة. أرفع قضية ويرفعوا قضية وياخد حكم وياخد حكم، غير إن أنا فعلا قرار جمهوري بعرض إعلان دستوري حاسم لكل القضايا على الشعب فورا، وبه تدخل هذه المؤسسات الجحور. المحكمة الدستورية دي على فكرة محكمة لما تشوف قانونها تحط ايدك على دماغك كده تقول يا دي المصيبة. ده قانون حسني مبارك كان ينتقي واحد يقول الراجل ده رئيس محكمة ابتدائية هاتوه، دي كانت محامية هاتوها، ده قاضي جزئي هاتوه، ده مش عارف تقصد مين انه هاتوه. عين من قبل رئيس الجمهورية مش عين بقى بالانتقاء اللي هو بره اي قواعد. يعني لم تكن ساحة القضاء هي المسؤولة عن تعيينهم. الله يبارك فيك. بالظبط. لا مجلس القضاء الأعلى ولا طبقا لأقدميات ولا اختيارات ولا أولويات ولا تفتيش قضائي ولا حاجة، اختيار محض مطلق. فجمع لي 20 واحد متجمعين بالانتقاء المطلق من أي قيد. عشان كده الإعلان الدستوري اللي أنا بقى أطالب به الآن يحسم القضية. وعلى فكرة أنا لو أن الأمر بيدي أرى أن كل بني آدم يتخلف عن الوجود الآن في ميدان التحرير كنوع من الوقفة الصامدة أمام هذا الكلام لإزالته. ده عار غير طبيعي. ويا رب الناس اللي مش حاسين سواء من تعرف يا أستاذ أيمن بيقولوا لنا احنا عايزين عودة الهدوء للمجتمع. بيقول انت عارف الكلام انت ده. وجهت رسالة لمن يريدون ذلك. انا وجهت الله يبارك فيك. وجهت 4 رسائل في خطاب التحرير. وجهت اليهم رسالة قلت لهم اولا احنا كنا في عهد حسني مبارك في استقرار، بس كان استقرار البطالة والعنوسة والجريمة، وانتوا فضلتوا كل ما نتحرك حتى في 25 يناير او بعدها كل ما نعمل حاجة تقولوا الهدوء والاستقرار. لو قطعناكم لكان يبقى لسه السلب والنهب وحسني مبارك والضياع حتى الآن. وإحنا كل اللي إحنا عايزينه إن ما ندفعش الثمن. تاريخيا ما فيش دولة تغاضت عن المظالم إلا ازدادت فقرا. عشان كده أنا بقول لهم ما ينفعش، هيدفعوكوا فاتورة اللي بيجرى ده الشعب ده هيذلوه، إلا لو زالت السلطة العسكرية. السلطة العسكرية ترجع عسكرية، ما تبقاش سلطة سياسية أبدا للبلد أبدا. لذلك يا رب العلماء والمشايخ والسياسيين والفصائل يعني الوخز يشعرهم بأنه لابد من حراك الآن، وإلا تاريخيا هتشوف بقى ابنك وحفيدك عايشين والعسكر هم اللي أصحاب السيادة زي ما حصل. شيخ حازم، يعني أنت ذكرت أن المفروض المواجهة لا تعتمد الأساليب القانونية من قبل الرئيس مرسي، ولكن يعتمد نهج القرارات الجمهورية التي يظهر فيها صلاحياته. قرارات الجمهورية الخاص بالإعلان الدستوري اللي يرجع فيها للشعب لتعبير عن إرادة شعبية تعلو على كل سلطات الدولة. نعم. فينحسم بها الأحابيل والحيل اللي عملوها طيب العسكر. هو فعل ذلك بالفعل في قرار عودة مجلس الشعب فيما وصف كما ذكرت لحضرتك بالضربة القاضية، في حين أن حسمت الجولة بالنقاط وليست بالضربة القاضية من قبل المحكمة الدستورية العليا التي استندت إلى قوانين دستورية موجودة فانتصرت بها في النهاية كما نظر البعض إلى تحليل الأمر. طيب القرار اللي يصدر من رئيس الجمهورية ده قرار إداري، إنما القرار اللي أنا بقوله باللجوء إلى الاستفتاء الشعبي ده من أعمال السيادة، مش قرار إداري. عشان كده أنا بقول إن الأدوات اللي أنا بقترحها أدوات سيادة وليست أدوات إدارية. أدوات سيادة يعني في يوم واحد أنا عايز أخلص إعلان دستوري من 10 مواد أعرضه على الإرادة الشعبية ينتهي به أدوار الناس. يعني ألا يمكن أن يخرج بعض فقهاء القانون ويقولون إنه القانون والدستور والإعلان الدستوري لا يبيح للدكتور مرسي ولا يجيز له إعلان الاستفتاء هذا؟ مفيش مخلوق يقدر يقول إنه الحيلولة دون قرار الشعب
دستور ولا قانون. الشعب دائما صاحب طبقا لكل المواثيق الدولية والأعراف الدولية وغيره، الشعب دائما صاحب القرار. فلما تيجي تقول لي أي حاجة تحول بين أخذ رأي الشعب، مفيش كده. قرار جمهوري بإني بسأل الشعب، إذا الشعب أجاب إجابة معينة لا تستطيع جهة، لأنه أصبحت بتعلو، فهو بيطلع إعلان دستوري. أمال يعني يا أستاذ 20 واحد بتوع المجلس العسكري يقدروا يطلعوا إعلان دستوري والشعب كاملا ما يقدرش يطلع إعلان دستوري؟ ده إحنا إيه؟ ده إحنا غجر بقى، إحنا رعاع، ده إحنا كده حثالة الناس. إذا كان الشعب بالكامل لا يستطيع أن يصدر إعلانا دستوريا، بينما 20 بني آدم يقدر. فالحقيقة الاقتراح الذي أراه هو فورية اللجوء إلى هذا، علشان أرجع. شوف، أنا لا أقبل أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأنا يعني بحب أكرر ده، المجلس الأعلى للقوات المسلحة يجب ألا تكون له أي سلطة تزيد عن التي كانت له حتى 25 يناير من أي نوع. ليه؟ لأن دي جهة خدمة. يوم تنتقل جهة الخدمة إلى جهة سلطة، يومئذ نحن لا نساوي أن نعيش ولا كرامة لنا. طيب، هناك بعض القرارات التي اتخذت، ومنها القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب وإحالة موضوع حل مجلس الشعب وصحة عضوية نوابه من قبل الدكتور الكتاتني إلى محكمة النقد. كل هذا كان يتوقع البعض أنه لن يجدي بشيء. يعني مثلا النائب السابق محمد العمدة، اللي هو وكيل اللجنة التشريعية والدستورية تقريبا، أو رئيسها يعني على ما أذكر، في مجلس الشعب المنحل، ذكر أنه كان متوقع تماما قرار محكمة النقد بعدم الاختصاص في النظر في صحة عضوية نواب مجلس الشعب السابق. كان متوقع أن دي هتكون النتيجة. لماذا السير في هذا الاتجاه إذا لم يكن الأمر سيحسم هذه المعركة؟ صحيح. عشان كده أنا عايز أقول لحضرتك ألف وب. ألف، أنا الذي أرى أنه حكم حل مجلس الشعب ده كلام فارغ من الناحية القانونية، غلط، مش مظبوط. لكن به بقى أنه اللجوء إلى الوسائل القانونية والقضائية لمواجهة ده برضو غلط، لأنه كل ما هنلجأ لوسيلة هتفشل، زي ما حصل ده. ما ينفعش أروح لمحكمة النقد. طيب، نلجأ لإيه؟ لقرار جمهوري؟ للي أنا قلته ده. بالظبط. طب ما قرار الجمهوري أيضا هو رجع للمحكمة مرة أخرى. ما أنا عشان كده بقول لحضرتك في فارق بين القرار الجمهوري اللي موضوعه اللجوء للشعب، والقرار الجمهوري البحث الإداري. الإداري ده لما تروح مجلس الدولة عندك قرارين جمهوريين، قرار الجمهوري بالاستفتاء وقرار جمهوري بأي حاجة تانية أو ببعض الحاجات التانية. المحكمة الأول، المحكمة اللجوء إلى الاستفتاء. المحكمة تيجي بالظبط، المحكمة تيجي على قرار اللجوء للاستفتاء تقول لا، ده من أعمال السيادة، ما اقدرش اتعرض له بحاجة، ماليش دعوة بيه. لكن والله يا شيخ حازم، المحكمة الدستورية العليا الآن أصله غير كده يبقى ثورة. البعض ينظر إليها أنها استفحل أمرها، لا شك. هناك من ينظر أن ذلك على ثقة من وضعها القانوني والدستوري، نعم. وأنها تعمل لصالح هذا الوطن. لا. بما لا. البعض ينظر إليها كذلك. هناك من يؤمن بها إيمانا كاملا ويدعمها، وهناك من ينظر أن استفحال أمرها يعني آت من قبل توظيف المجلس العسكري لها، أو الأمر مسيس عندها. مثلا الأستاذة تهاني الجبالي تقول إنه إذا صدر قرار جمهوري بحل الدستورية العليا فهي هددت الدكتور مرسي بتوجيه تهمة الخيانة العظمى له في هذا المجال. هي نفسها احتمال توجه إليها هذه التهمة، بس أنا عايز أقول إنه أنا لم أطلب من رئيس الجمهورية إنه هو يصدر قرار جمهوري بحل المحكمة الدستورية، لأن ما فيش كده. هل ممكن أن يشمله الإعلان الدستوري إذا ما بالظبط كده؟ الشعب، لأنه الشعب لما يستفتى دي سلطة السيادة، سلطة السيادة. ولذلك سلطة السيادة لما انت عارف حضرتك الأحكام القضائية السطر الأول فيها بيبقى اسمه باسم الشعب، يعني القاضي لما بيطلع الحكم بيكتب فوق باسم الشعب، دي السلطة القضائية. السلطة البرلمانية نفس الكلام، باسم الشعب. السلطة التنفيذية باسم الشعب. فلما الشعب يجي يصدر قرار بحل المحكمة الدستورية لأنها
منتقات القضاة واحد واحد متنقيين بالواحد عن طريق حسني مبارك بدون قواعد، ده قرار الشعب وهو حر. تعديل استفتاء يسيبها هو حر، يلغي بعض اختصاصاتها هو حر، ده الشعب. عشان كده أنا بقول للدكتور مرسي، يا دكتور مرسي يا سيادة الرئيس اعمل معروف. أنت توليت الحكم يوم 30/6 بقسم اليمين. أنا كنت أحب ولكني أجل ما أنت عليه من شعور بالمسؤولية ومن الرغبة في العبور بسفينة الوطن بهدوء، لكن أنا كنت أحب أنه يوم 1/7 قرار جمهوري بالاستفتاء مباشرة، اقطع الموضوع إلى الشعب في استفتاء في لإصدار إعلان دستوري مؤقت للفترة الانتقالية يحسم كل شيء. طب لماذا لا يكون الاستفتاء على الإعلان الدستوري المكمل؟ ربما يقبله الشعب. دي إرادة رئيس الجمهورية. طيب رئيس الجمهورية يستطيع. مش لازم يكون إعلان دستوري جديد يعني غير المكمل الآن. ده إذا كان هو يريد كده، إنما نبض الشعب يرفض الإعلان الدستوري المكمل الفاجر الذي يسلب السلطة من الشعب ويعطيها للعسكر متناغما مع المحكمة الدستورية، الذي يحول دون الشعب ودون الاستفتاء على بعض النصوص الدستورية، الذي يرد سلطة الإعلان الدستوري فيه. إن المجلس العسكري ممكن يسن قوانين فيها إعفاء رجال القوات المسلحة من المسؤولية. هناك من يقبل ذلك في الشعب الذي تتحدث عنه. ما هو هناك ووصل عددهم لملايين يا أستاذ، عددهم كل من ساند أحمد شفيق 12 مليون. أنا ما أحبش أضرب أخماس في أسداس. أنا أعمل استفتاء وينزلوا كده يورونا نفسهم، ما يجراش حاجة. يمكن يطلعوا أغلبية يا أخي، وإذا طلعوا أغلبية يفوزوا هم، ما يجراش حاجة. طب لماذا لا يطرح أيضا الاستفتاء على بقاء المجلس العسكري في الحكم؟ ما هو أصله لماذا دي إرادة من له حق إصدار قرار الاستفتاء؟ رئيس الجمهورية. طبعا أنا رئيس الجمهورية هقول حاجة، حضرتك رئيس الجمهورية تستفتي على حاجة تانية. أنا أعتقد أن الدكتور مرسي لأنه رجل من العجينة الطبيعية للناس، مش حاسس يستفتي على استمرار العسكر، لا، هيستفتي على ما يراه. يا جماعة سوف نصدر إعلانا دستوريا جديدا فيه الأحكام الآتية، خلاص. إنما لو رئيس جمهورية، لو أحمد شفيق موجود، كان يمكن يحب يطلع إعلان دستوري بأن العسكر يفضلوا بقى زي ما هم عايزين، دي حاجة تانية. طيب أنا يعني أريد من حضرتك نظرة يعني. بص يا أستاذ أيمن، أنا عايز شعب حر كريم، مش شعب عبيد. يعني مش عايز شعب يركل بالأحذية، مش عايز واحد لواء ولا عميد مع انه كشخص على تاج راسي وفوق دماغي اهلا وسهلا، بس مش عايزه يبقى سيد على الناس. لابد ان يشعر انه خادم للناس، ويوم ما ينتقل من انه خادم الى انه سيد عليهم وانه سلطة بدون انتخاب الناس. مين في الدنيا يقول ان وزير دفاع مصر يجي غصب عن شعب مصر؟ في الدنيا كده يقول لك لازم حسين طنطاوي بالذات يبقى وزير الدفاع؟ مين قال كده؟ غصب عن شعب مصر بالكامل. رئيس الجمهورية ما يقدرش يعين وزير دفاع مصر ويبقى وزير دفاع مصر جاي غصب عني أنا. يد المصيبة. ليه؟ ما الفرنساويين والألمان يعيشوا أحرار وإحنا نعيش؟ ما فيش قدامنا يقول لك مجلس العسكري بتشكيله الحالي، ما فيش عندي غير سيدي حسين طنطاوي وسيدي سامي عنان وسيدي فلان. لما يقرروا انتهي الأمر. متأسف. وبعدين ده انت هتشوف دي بذرة انه يضيفوا بقى احكام ولذلك انا نداء للي بيحطوا الدستور دلوقتي، وانا قلته امبارح في ميدان التحرير، اعملوا معروف، لا تسلموا للسلطة ولا للمؤسسة العسكرية في مصر سلطات تزيد عن سلطاتها لغاية 25 يناير. لانه هنخش في مشكلة تركيا. انت عارف حضرتك تركيا 90 سنة بيحاولوا يخففوا من السلطة العسكرية والسلطة الدستورية، ما قدروش غير أول خطوة عن طريق أردوغان السنتين اللي فاتوا بس. لكن ماذا لو كان الصدام أو التهديد أن قرار حل التأسيسية في الأدراج كما فعل بمجلس الشعب؟ طبعا ما هو ده وهو ده على فكرة من الدلائل على حقيقة وضع المحكمة الدستورية. منين كان عرف الجنزوري ولا عرف المجلس العسكري يهددوا الدكتور الكتاتني ويقولوا له قرار حل البرلمان في الدرج بالدستورية ونقدر نطلعه في أي وقت؟ منين يعرفوا أنهم يقدروا يخلوا القضاة يصدروا حكمهم؟ وهل كان في تصريحات اللواء شاهين ما يشير إلى ذلك كما أشار البعض، كما وصف بذلك مثلا الدكتور عصام العريان؟ هم أظن ذكروا شخص آخر. بالنسبة للرئاسة ولا للبرلمان؟ بالنسبة للجمعية التأسيسية. بالنسبة للجمعية التأسيسية مهددة بالحل أيضا. أولا الجمعية التأسيسية
في تقديري انها يعني اذا القانون هو اللي يمشي لا تحل، لان اللي فاتت غير دي. انما ده وارد. بس تسمع بقى المفاجأة، انت عارف حضرتك ان المجلس العسكري مش محتاج يلغي الجمعية التأسيسية عشان يعين هو جمعية تانية، مش محتاج، لان الاعلان الدستوري مش بيقول لو اتلغت او ازيلت او زالت الجمعية التأسيسية، لا ده بيقول حتى لو لسه باقية بس في عائق يعوق عملها زي انسحاب التلت مثلا ولا انسحاب الربع وكده، من حقه ساعتها يعين جمعية تانية. يعني الإعلان الدستوري شوف الفجور، شايف التعدي، شايف الخنق الشعب. مش بيقول له لو الجمعية التأسيسية ألغيت، ده بيقول له حتى لو الجمعية التأسيسية مستمرة بس في عائق شفناه انه مش مناسب انها تطلع، حتى لو كان في توافق بينها ونجحوا في اعداد المواد الخاصه مثلا، لكن مثلا في تلت الناس، وانت عارف ان ممكن في ناس بالتليفون يقولوا لهم انسحبوا ينسحبوا. هي دي جمعيه تاسيسيه. طيب ده معظمها جاي من الوظائف. هل يعني كيف تنظر الى تقديم موعد جلسه؟ انا معلش اسمح لي بس نظر بطلان. اسمح لي، انت عارف حضرتك اختيار مثلا ان المسيحيين في الجمعيه التاسيسيه تختارهم الكنيسه، شوف انا بضرب المثل بافدح شيء، دي مصيبه. افرض ان السلطة الدينية متمثلة في الكنيسة لها رأي شرق والشعب المسيحي له رأي غرب، مين يقول ان المؤسسة الدينية هي اللي تختار الممثل؟ مين يقول؟ لكن فبالتالي في تلت الازهر اللي مش عارف الجهات الوظيفية اللي ينسحب منها المجلس العسكري وتروح مطلع بيان نظرا لانه والله السلطة التأسيسية الجمعية التأسيسية مش قادرة تكمل عملها لكثرة الانسحابات وبالتالي الغائها وتعيين جمعية جديدة. مش ممكن. لذلك أقول لكل الناس لا تجعلوا النص كامنا وتنتظروا لحظة البغتة، لحظة الغرة اللي هيخلصوا فيها. طيب يعني كيف تتوقع لحظة الغرة هذه؟ هل تقديم موعد جلسة نظر بطلان عمل الجمعية التأسيسية من سبتمبر إلى 17 من يوليو الجاري؟ والله يعني أنا سمعت أنه هذا تواكب مع أنه الرئيس المحكمة صاحب التأجيل الأصلي طلع معاش يوم 30/6. يعني هناك مبرر قانوني؟ لا مش مبرر قانوني، ده معنى، يعني معنى يعني انه المحكمة عندما نظرت أجلت ليوم 7 سبتمبر خلاص. فلما رئيس المحكمة الذي اتخذ هذا القرار أحيل إلى المعاش وجاء آخر ربما يكون رشيد لا أعرفه. يعني نعم أنا فهمت على الخطأ. نعم. يعني إذا أنت تنظر إليها بنظر الشك والريبة؟ أنا الحقيقة زي ما ذكرت لحضرتك الآن، والله رأيي إن احنا نخرج من كل اللعبكة دي، نقطع الشك باليقين. طبعا أنا أخش في أمور قانونية. هو الحالة الشعبية والثورية ما ينفعش أدخل يا أستاذ أيمن. أنا لما أجي ألعب مع حضرتك بينج بونج هتمرن تمرين غير لو أنا هلعب مع حضرتك مصارعة. اللعبة لازم لها قواعدها. أنا الآن في حالة، كلنا فاهمين، في حالة صراع على السلطة بين العسكر وبين المؤسسات المنتخبة. هو ده واقع، كلنا عارفين. الإسلاميين والليبراليين والعلمانيين وبتوع الفلول والنظام السابق كله عارف ان الموضوع صراع على السلطة بين السلطات المنتخبة وبين العسكر. ادخل معركة دي بأدوات معركة تانية اللي هي المعركة القضائية، مش هيوصلوا. لازم نوصل بالإرادة الشعبية التي تعلو على هذه الأمور الصغيرة، وستحسن المسألة إذا كنا ناس على قد الحدث التاريخي. نعم. إذا كنا على قد مرحلة التحول. طيب إنما لو صغيرين طول ما احنا صغيرين هنفضل صغيرين. دكتور وحيد عبد المجيد ذكر أو صرح بأن هناك محاولات لتسييس أزمة التأسيسية للدستور لتصبح على غرار أزمة مجلس الشعب، خاصة قبل انعقاد هذه الجلسة للنظر في بطلان عمل الجمعية التأسيسية يوم 17 يوليو. ما رأيك في هذا؟ أنا خليني أكون صريح حتى لو صادم. الجمعية التأسيسية الحالية في داخلها من إذا في ظننا من إذا طلب منهم أن ينسحبوا في أي وقت سينسحبون، وإذا انسحبوا مش حتى لو ما فيش عائق قانوني يستطيع المجلس العسكري تعيين جمعية أخرى. يبقى في الحالة دي مش هدخل أنا في اللعبكة بتاعة التفاصيل القانونية. طيب الذين يهمهم أمر الجمعية التأسيسية ألا يعلمون من هم أولئك؟ طبعا يعلمون. طيب لماذا؟ لأنه بالبلطجة. طب هل تعلمهم أنت؟ طبعا أعرف.
ممكن وحضرتك تعرفهم ومعروفين للوجدان العام، لكن لا يمكن ذكر اسمائهم لا، بالاسم. انا ما اعرفش حد في الحقيقه. لا انت حضرتك تدعي ذلك، انما انا متاكد ان انت اصل ما فيش واحد في مصر الا وعنده تقييم للشخصيات. انا لما همشي مع حضرتك عندك تقييم ليا. هل عددهم اذا ما انسحبوا يؤثروا في عمل الجمعيه التاسيسيه فعلا؟ طبعا لا، مش في عملها يؤثر. يعني مثلا ممكن يقول لك والله انا عندي الجمعيه التاسيسيه فيها 30 40 واحد مشوا. يعني في 30 40 واحد ممكن ينسحبوا فعلا؟ جايز ما يقولوش كده، بس الجمعيه كلها 100 واحد. الجمعيه كلها 100 واحد، يعني لو انسحب منها مثلا 25 يقول لك ربع الجمعيه التاسيسيه راح. وكلنا عارفين، كل الشعب عارف مين طيب ما هم. في 50 احتياطي من الممكن ان هم يسدوا هذا العجز. لكن في الحاله دي هيقول لك اصل العجز ده مش بالوفاه ولا كده ولا لا، ده اتجاه سياسي ما هو اصل ساعه اللعبكه هيبقى السلاح على رقابينا. ساعتها هيبقى المساله. انت عارف حضرتك الان رئيس الجمهوريه اقوى ما يكون. ليه؟ لان الشعب ملتف حواليه ومعتبر نفسه جنود له. انما عارف بعد اسبوعين، وده اللي انا نفسي رئيس الجمهوريه يدركه، بعد اسبوعين لو بدأت مصايب ومشاكل في الشارع، هنا فتنة طائفية وهنا بوتاجاز وهنا بنزين، هيفرقوا الشعب عن الاحتشاد الحالي ويصبحوا هم في الميزان القوة أقوى. ساعتها لما يقولوا أي حاجة هيقدروا يعملوها. إحنا دي لحظة، شوف اللحظات التاريخية إما أن تدركها وإما أن تنتهي إلى الأبد، وإذا انتهت إلى الأبد تظل الأجيال عبيد. ولذلك أنا مش أنا ندائي أهو عبر حضرتك، عبر هذه النافذة الكريمة إن شاء الله، ندائي إلى السيد رئيس الجمهورية وإلى الإخوان المسلمين وإلى مجلس الشعب، أقول لهم اعملوا معروف، اعملوا معروف. لا نكن في حالة خدر، لا نكن في حالة خدر إلى هذه الدرجة. هي لحظة ربما لا تأتي أبدا. لو بدأ بس مشكلتين ثلاثة في الشارع سوف ينتهي كل شيء. طيب ماذا عليهم أن يفعلوا؟ يعني أن ينزلوا إلى الميادين وألا يرجعوا أبدا أبدا، وإلا سيكون عار أمام الأجيال. حفيدي الميادين وميدان التحرير ما زال بنفس الزخم والقوة والتأثير. لو نزل الناس كما نزلوا عندما تأخر إعلان نتيجة رئيس الجمهورية وزادوا وكانت بلورة، وإحنا النهاردة إحنا بنقول كده. إحنا دلوقتي في ميدان التحرير ليه؟ بنقول أيها الناس لا تخذلونا. نعم. أيها الناس لا تتركونا وحدنا. أيها الناس لا تعودوا بيوتكم بخذلاننا. من القوة إحنا بلورة، إحنا بلورة، إحنا الآن عبارة عن بلورة بتقول للناس هلموا إلينا، تعالوا ما تسيبوناش. إنما جايز يسيبونا. إنما نحن إذا ما اجتمع الشعب الآن وأصبح صاحب عزيمة يتغير كل شيء. لكن هناك من قوى التحرير أنفسهم من يدعون الآن إلى التهدئة وإعطاء الفرصة للرئيس مرسي لاتخاذ هذه القرارات على غرار ما ذكرته من عرض الأمر على الشعب وإعلان الاستفتاء. هكذا مثلا تحدث الدكتور عصام العريان وذكر أن فليترك أمر الجمعية التأسيسية لاستفتاء الشعب بقرار جمهوري. موضوع الجمعية التأسيسية فرعية صغيرة جدا. الإعلان الدستوري هو المصيبة الكبيرة. أصل الجمعية التأسيسية الخطر اللي عليها ده مادة من مواد الإعلان الدستوري. الإعلان الدستوري عبارة عن مجموعة ألغام، ده لغم من الألغام. أنا مش عايزهم يحلوا حل ترقيع. إذا مصير الدستور ألا يلغي الإعلان الدستوري المكمل؟ بالظبط. بس إلى أن يصاغ الدستور هتبقى في مليون مصيبة هتنفجر في المجتمع. عشان كده احنا دلوقتي عايزين إيه؟ عايزين نلحق هذا الكلام الرهيب. وبقول لحضرتك بوضوح، الزعامة السياسية، أنا بقول للسيد رئيس الجمهورية، الزعامة السياسية غير اللعب في الأمور الصغيرة. ما تخليهمش يجرونا للأمور الصغيرة الملعبكة المعقدة. أنا ما ترسمليش بالتبشيرة دايرة على الأرض وتقول لي اشتغل في داخل الدايرة دي في قرار إداري ومجلس دولة وكده. أنا الذي أرسم الدائرة أصلا. أنا رئيس دولة الآن، أنا اللي أرسم الدايرة وأقول للناس بل سأنقل إلى هذه الدائرة. إنما نقعد جوه الدايرة بتاعتهم، ارسم لهم الدايرة باللي فيها. طيب بماذا تعلل يا شيخ حازم ان يعني الجمعية التأسيسية للدستور وهذه القوى الثورية لم تتحرك حتى الآن حيال كل هذه الأمور، الإعلان الدستوري المكمل، موضوع مجلس الشعب، موضوع الجمعية التأسيسية للدستور، في حين مثلا أن عصام العريان أيضا ذكر أنه واضح أن هناك دستورا أعدته نخبة مبارك في درج العسكر، في حين أن المجلس العسكري
يعني في الإعلان الدستوري المكمل أقر بعدم التدخل في الجمعية التأسيسية للدستور. لا أقر بالكلام يعني، ما هو كلام حلو، ما فيش كلام، وحسني مبارك كان بيقول كلام حلو والله، وأحمد عز كان بيقول كلام حلو قوي، وزكريا عزمي كان كلامه جميل جدا. هو أصله بالكلام، مش المشكلة بالكلام، أنا عايز أشوف المثاقيل الحقيقية على الكفة. المثاقيل الحقيقية على الكافة تقول لي أنا أعين أنا جمعية تأسيسية من عندي بس اطمن هعينها لك كويسة، مش بالكلام. لذلك أنا مستغرب يعينوا جمعية تأسيسية تانية وإعلان دستوري يطلع بالشكل ده. شوف، هي لحظة إذا فضلنا إحنا على فكرة لازم نشهد على أنفسنا، إحنا ضيعنا، ومعلش الكلام قاسي شوية بس ده الواقع، إحنا مضيعين ثورتين في تاريخ مصر. ثورة 52 كان ممكن الشعب يتولى أمور نفسه عن طريق الخدر والانخداع فقدنا ثورة 23 يوليو وقعدنا 60 سنة ضايعين. 25 يناير بالاسترخاء والتراخي أمام العسكر وسنة كاملة كلامنا عنهم كلام كويس أدى الموضوع إلى أن هم. ما الفرق بين الاسترخاءين إذا ما كانت رؤيتك كذلك؟ مفيش فرق، غفلة في المرتين، غفلة في المرتين، ضحالة سياسية في المرتين، لكن عدم كفاءة للمسؤولية عن الحراك في المرتين. لكن واضح أن القوى الثورية تعلم ما يحاك وما يدار بدليل هذه التصريحات التي ذكرتها لك. أيوة. فلماذا لا تتحرك؟ إذا هناك علة، هناك إذا مصلحة، هناك إذا لا رؤية معينة. أصله قد يكون الغفلة تخلي الواحد يقول إيه، هحاول يمكن هعرف، مش هتيجي غير بالمواجهة. الموضوع لا شيخ حازم، طبقنا يعني، خلينا نتكلم بصراحة زي ما الشارع بيتكلم. الناس ذكرت ان القوى الثورية ومؤيدي مرسي سكتوا عن الإعلان الدستوري المكمل وعن حل مجلس الشعب فيما قبل جولة الإعادة، لأن هذا القرار صب في مصلحة مرسي وجعل الناس الذين قرروا ألا يشاركوا الانتخابات وألا يؤيدوا مرسي أن يعني يعيدوا حساباتهم مرة أخرى ويؤيدوا هذا الرجل. فكان هذه القرارات بالرغم أن ظاهرها الضرر لكن باطنها كان في مصلحة فوز مرسي. قرارات إيه؟ قرار حل مجلس الشعب، لأن كان موضوع التكويش على السلطة كما كان يصفها السياسيون المعارضون لمرسي، يعني ضربت هذه العلة بسحب صلاحيات مجلس الشعب وحله. أولا أنا يعني أشكر حضرتك على الكفاءة البالغة في كمقدم برنامج، لأن أنت سألتني السؤال مرتين بصيغته الطبيعية وأنا تعمدت الهرب من الإجابة، فأنت لم تقبل الهروب من الإجابة وسألت السؤال الثالث بصورة يعني مباشرة. ما خدتش بالي إني عملت كده. مش هو العباقرة دايما كده. شكرا. شوف يا أخي الكريم، أولا حل مجلس الشعب أظن أنه هو حصل بعد الجولة الأولى من الرئاسة. طيب. فبالتالي مش هنقدر نقول ان هم قبلوه علشان كده، لانه ما كانش ساعتها، بالعكس كان خلاص. برضو مسألة القرار الثاني الخاص ب اللي هو الاعلان الدستوري، يعني الاعلان الدستوري طبعا كان بعد، فبالتالي لا يمكن اتهامهم بكده. لكن انا عايز برضو اكون صادق عشان ما يبقاش انا اصلي نظرا لاني مش يعني أنا بحاول بقدر المستطاع إني ما أكونش شديد، لأن أنا لو تركت الحبل لنفسي أنا مش أنا حاسس بشدة شديدة على السياسة التي اتبعت طبعا في فترة. أليست شدة حق يعني؟ فلماذا طبعا ولذلك أنا هقول لحضرتك صراحة لا شك أنها درجة من عدم الكفاءة، من الغفلة، من ما ينفعش كده، ولذلك ملكوا غيرهم منهم، ما في شك، ما حدش. لكن لا شك برضو عشان أكون واضح أو كمان انه احنا قبلنا من لجنة الانتخابات الرئاسية ومن المحكمة الدستورية امور لما قبلناها امبارح استدارت هذه الهيئات ضدنا اليوم، وقبلنا من المجلس العسكري امور لغيرنا فلما حصل كده استدارت علينا، شيء طبيعي. نعم. وده الطبيعي انه هتفضل الامور تلف لحد ما نؤكل نحن في الاخر، وما لم نستيقظ الان وتكون مواجهة حقيقية ودستورية وشعبية هنتاكل وسترى. وده اللي حصل في كل مكان. ده احنا عندنا بعض الناس بيقولوا
ان المسألة خلاص اوشكت، فربنا يستر. عشان كده انا بقول لحضرتك وجودنا اليوم في التحرير اذا لم يكن احد يشعر بهذا، انا بقول له الحق نفسك، لانه الامور ستضيع. وعلى فكرة تاريخيا في ثورة فرنسا، في ثورة مصر، في ثورة ايران، في ثورة الامور التي لم تحسم كانت نتيجتها انها جرفت الشعب الى اسوأ النتائج. طيب يعني دائما الخصم ربما يتملك من خصمه ويهزمه بأخطاء الخصم الأول. صحيح. الله هذا ما ذكرته في نعم في بغفلته. طيب ألا تقر الآن تلك القوى الثورية في ميدان التحرير أو القوى الإسلامية على وجه التحديد ببعد نظر القوى السياسية التي كانت تنادي بضرورة الدستور أولا قبل صحيح مجلس الشعب؟ هذا الرأي كان رأيا غافلا. ليه بقى؟ الاستفتاء أي رأي اللي كان غافلا؟ اللي هو حكاية الدستور أولا. ليه بقى؟ أصل في نقطة مش واضحة. الدستور أولا ولا الانتخابات أولا؟ كان السؤال ساعتها الدستور أولا ولا الانتخابات أولا في 6 أشهر. يعني إنما اللي حصل إن المجلس العسكري لا عمل الدستور أولا ولا الانتخابات أولا، رمانا سنة ونص لقدام. ولولا ان احنا نزلنا في شهر نوفمبر الماضي كان هيأجل انتخابات الرئاسة وتسليم السلطة ل 2013. فبالتالي احنا ساعتها كنا بنقول لا، الانتخابات اولا عشان البلد تتاخد من العسكر في 6 شهور. فلا، هو كان الصح كده، كان الصح ان طب لم تقول الامور الى الشعب؟ بالظبط. غفله. يبقى كانت نظرة ايضا خاطئة. لا، هقول لحضرتك ازاي. هم طرحوا الاستفتاء، الانتخابات اولا ولا الدستور اولا؟ الانتخابات هتستلموا البلد في 6 شهور، الدستور هتستلموها في 1.5 سنة. فالشعب نزل بالاغلبيه العظيمه بتاعته دي وقال لا، الانتخابات اولا، هاتوا بلدنا وزولوا عن الحكم ايها العسكر. فلما لقوا كده العسكر بداوا يعملوا ايه؟ لما لقوا الشعب قرر كده بدا يلتف على الفصائل السياسيه. ومع الأسف أنه بغفلة الفصائل السياسية، بغفلة القوى السياسية، بغفلة ائتلافات الثورة، بغفلة شباب الثورة، مدوا الحبال للمجلس العسكري، فقدر يقعد 1.5 سنة اللي كان عايزهم في الأول عن طريق موافقة هذه الاتجاهات والقوى. طيب، وكان هيمد ل 2013 كمان لولا طيب إذا ما يعني صح هذا، يبقى إذا المجلس العسكري استطاع أن يوظف أخطاء التيار الإسلامي أيضا في عدم التلاحم مع تلك القوى الثورية ليفصل هذه القوى عن تلك. طبعا، بس أنا عايز أقول لك بأخطاء التيار الإسلامي أيضا. القوى طبعا الله، التيار الإسلامي ارتكب أخطاء فادحة، ولكن التيار الليبرالي أشد جرما بكثير. ليه بقى؟ فين التيارات الأخرى الآن، الليبرالية ولا العلمانية ولا العادية؟ فين من المجلس العسكري؟ من ضياع سلطة سيادة الشعب. كأنهم مش واخدين بالهم. ليه؟ ولذلك سيشهد التاريخ عليهم بالاسم، واحنا هنكتب هذه القوائم، هنكتبها ونورثها للأجيال، ان دول لما جت لحظة الجد قعدوا في بيوتهم وسابوا العسكر. يا سيدي، أتسألهم الآن بعد كل هذه الأخطاء من قبل التيار الإسلامي في حقهم؟ ما هو أصله هم نفسهم أخطاء فادحة أكثر، أخطاء فادحة. احنا كنا مثلا في شهر من الشهور حصلت أحداث علشان تسليم السلطة بدل ما تأجل 2013 عايزين نرجعه 2012. بعضهم نزل ميدان التحرير قال أنا الرئيس، أنا الرئيس الوزراء، أنا المجلس الرئاسي، أنا الله. هو احنا دلوقتي في وقت ان انت بتاخد سلطة ولا احنا بنعدل مسار البلد؟ فبعضهم لا شك دخلت انه يصطاد في الماء الراكد، في الماء الآسن، علشان يقدر ياخد بعض الفوائد. بعضهم طبعا أذنب وأجرم. لكن نظرات أو نظريات الكثير من أو البعض منهم كانت صحيحة إلى حد كبير. مثلا موقف البردعي من انتخابات الرئاسة الذي انسحب وذكر بأن هذه مسرحية هزلية لن تؤدي إلى شيء. موقف البردعي أسوأ المواقف طول الثورة. كيف؟ كل ما تكلمه يقول لك سيب السلطة مع المجلس العسكري 2 سنين. وده كان موقف ده، هو ده شيء، ده استمر طول الفترة حتى وهو مرشح يدعو إلى ترك السلطة للمجلس العسكري لمدة 2 سنين. لدرجة نتحدث عن أمور أخرى مثل مجلس رئاسي مؤقت وحوار وطني، وأيضا يعني أمور كثيرة أخرى كانت تتعلق بطبيعة المرحلة. لا، مجلس رئاسي دي لما نزلوا الناس الشوارع واقترحوها هو قال أنا لا مانع عندي من أن أتولاها، إنما ونزل ده التحرير وقال كلام زي كده. إنما أنا بتكلم عن مبدأ أن تترك السلطة
ده في النقاشات، حتى في اجتماعات مرشحي الرئاسة. انت عارف حضرتك لعلك تذكر ان في 7 من مرشحي الرئاسة اجتمعوا مع بعض في فترة للنظر في الأزمة. فوجئنا بهذا المعنى، فوجئنا بأنه المعنى، وهو بيقولوا لغاية الآن يعني بأنه كان فتاة، لو كنا مشينا على الكلام ده كان العسكر هو دعا مثلا إلى دستور مؤقت كان من الممكن أن يقي شر الإعلان الدستوري المكمل الذي تعانون منه الآن على حد قولك. لا، ده أنا الذي دعوت إلى هذا. أنا دعوت من أول لحظة إلى أن تجري بعد لما يوم 11 فبراير سقط حسني مبارك، ولقيت الناس لم يستجيبوا لي. أنا قلت لهم مش عايزين عسكر ولم يستجيبوا لي مع الأسف وكده. فاقترحت أنه تجري انتخابات البرلمان الجديد ورئيس الجمهورية في يوم واحد بعد 4 شهور، تترك 4 شهور المجتمع يتفاعل مع بعضه، ثم ينتخب المؤسسات الجديدة. ولكن ينتخبهم لأنه قالوا في ناس مش جاهزين زي ائتلافات الشباب وناس جاهزين زي الإخوان، فقلنا لهم خلاص ينتخب الفئات دي لمدة 2 كفترة انتقالية فقط، وتبقى الفترة الانتقالية دي تعمل فيها الدستور وترجع البلد للانتخابات مرة تانية. ده كان الرأي، والحقيقة هذا الرأي كان يعني أراه أنه كان من أوجه ما يكون، لأنه يمشي العسكر بسرعة ويخلي السلطة منتخبة، واللي ينتخب يفضل خايف من الشعب لأنه هيرجع بسرعة للشعب في انتخابات قريبة، فيبقى كل دوره وضع الدستور. كان هيبقى شيء رائع. طيب يعني نخلينا في الحاضر. البراعي أيضا يدعو الآن لحوار وطني للتوافق حول إعلان دستوري مكمل جديد. لا لا لا، ولجنة متوازنة للدستور يؤول إليها السلطة التشريعية بدلا من المجلس العسكري، ومجلس دفاع وطني يقر الحرب والسلام. أقول له لو سمحت اسكت يرحمك الله. لماذا؟ احنا ماذا في ذلك؟ تعبنا من الاقتراحات الخاصة بأن نقعد نتوافق. الفصائل يا أستاذ أيمن ليست بديلا عن الشعب، الأحزاب ليست بديلا عن الشعب. بيقعدوا تجمع والوفد والناصري والائتلافات وغيره ويفتكروا نفسهم هم دول الشعب، ولازم تتوافق معانا مع اللي في القاعة دي. انتوا مين؟ هكذا يفعل التحرير يا أستاذ حسن. لا، التحرير يقترح الرجوع إلى الشعب رجوعا حقيقيا باستفتاء. التحرير يقول إن العسكر دخلوا في المزانق وعملوا لنا أحابيل الشيطان، وبنقول لهم اخرجوا من المزانق إلى الميدان العام واستفتوا الشعب واتخذوا قرار. إنما يجي واحد يقول لي اقعد مع الفصائل مرة تانية، الفصائل اللي هي عايزة مصالح، ان عشان ادي ده نائب رئيس وزراء وده نائب رئيس جمهوريه وده مستشار وده كذا، يفرض ارادته على رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه دلوقتي مش عارف يختار المؤسسه الرئاسيه والمجلس الوزراء لانه مضطر يراضي الناس دي كلها، واذا راضاها هيقعدوا يتشاكسوا وهيفشلوه هو. هتلاقيه داخل بفريق متشاكس، هيقعدوا الاجتماعات خناقات، وفي الاخر يوصل الى انه مش عارف لا 100 يوم ولا 200 يوم ولا 300 يوم. لذلك هذه الاقتراحات اللي حضرتك ذكرتها انا بقول صراحة لا، احنا عايزين نخرج بره اسر النخب، لان النخب دي اهلكتنا، بقت عبارة عن مصالح، ونعود الى الشعب مرة واحدة باعلان دستوري مؤقت يحكم الفترة الانتقالية ارتضاه الشعب، ويخلص الدستور ان شاء الله يخلص بعد اسبوع واحد، انما بدون الناس اللي ماسكين سكاكين وحاطينها على رقبتنا. المجلس العسكري ماسك سكينه، الاتجاهات السياسيه والفصائل كل واحد يقول لك لا اوعى تلجا، يقولوا للدكتور مرسي اوعى تقرب من الاخوان، اوعى تدخل الاخوان. امال هو مين اللي اعد مشروع النهضه؟ مين اللي اعد البرنامج بتاعه؟ ما هم كانوا الاخوان، بقى هم اعدوا البرنامج امبارح، ولما تولى النهارده ما جيبش اللي اعدوا البرنامج يعرفوا ينفذوه. ده ايه الكارثه دي؟ طيب شيخ حازم، يعني قبل استبعادك من سباق الرئاسه كان نجمك ساطعا ولا يزال في سباق الرئاسه اقصد طبعا، يعني انت بس انت يعني ما تبصش انا دلوقتي انا اول انت مره اليوم كاجوال ما شاء الله. انا طالع من الخيام بقى، هعمل ايه يعني؟ لكن يعني ما هي القرارات التي إذا ما كنت يعني وصلت إلى هذا المنصب أو إلى هذا الكرسي، كرسي رئاسة، أهم القرارات التي كنت ستتخذها في بداية الأمر حيال هذه المعضلات التي تحدثنا عنها؟ والله يا أستاذ أيمن، أولا بمناسبة كرسي الرئاسة، أنا لو رحت كرسي الرئاسة هاخد الكرسي ده لأنه كرسي كويس إن شاء الله بإذن الله.
اضحكت الكنترول انت. لا خلاص، ده كرسي، ده حاجه متهيألي ما فيش في الرئاسه كرسي كده يعني. ويبقى كرسي الجزيره زي تاج الجزيره كده يعني. شوف يا سيدي، اولا لا شك انه كان من النقطه الهامه اللجوء الى الشعب في هذا الاستفتاء، بان ينتهي تماما سلطان العسكر، ينتهي دورهم، ينتهي الاعلان الدستوري، تصبح المؤسسات المنتخبه محصنه لفتره بسيطه يتم فيها اعداد الدستور، وينتهي المساله، ويعود هؤلاء مرة أخرى إلى أماكنهم، ويعود رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة فورا. وكنت سأستخدم حراك الشعب لدعم هذا الاستفتاء، بحيث لأنه لازم من أول لحظة تكون هذه المسألة محددة. إنما وعايز أقول لحضرتك تاريخيا، جمال عبد الناصر لما قامت الثورة دخل صراع سلطة، أنور السادات لما مسك الحكم صراع سلطة، حسني مبارك صراع سلطة. دائما الرئيس الذي يتولى بمجرد أن يتولى هناك صراع سلطة، ما لم يحسمه بطريقة دستورية شعبية حقيقية ينجرف ويضيع. فده لا شك أنه كانت من أوائل الأمور التي لابد أنها تؤخذ. الشيء الثاني أن في بعض المسائل اللي موجودة، علشان أخد أنا ال100 يوم بتوعي اللي عايز الناس فيهم يعني اعرف اعمل للناس مشاكلهم، انا مش هقدر ابتدي اليوم. انا بقول للدكتور محمد مرسي، انا بقول له اهو، انا احلك بصفتي فرد من الشعب من ال100 يوم اللي انت وعدت الناس بيها. لماذا؟ لانه يبتديها ازاي؟ هي لان هم لسه بدأوا، ده لا يستطيع ان يبدأ ال100 يوم الا وهو مسيطر على مقاليد الامور. انما لو صح ما يقال من ان هو مضى على علاوه 15%، لقى انه ما ينفعش ياخد ال 15% الا لو حسين طنطاوي يوافق عليها، لان هو اللي في ايده سلطه الموازنه طبقا للاعلان الدستوري. ازاي انا اخلي رئيس جمهوريه يبتدي 100 يوم؟ هما فين؟ هما ال 100 يوم بداوا؟ ده هو لا تزال يده مغلوله. انا علشان احاسبه بعد 100 يوم لازم تكون ايده مطلقتين، يعرف يطلع قرارات. طيب هذا وعده، يعني كيف وعده على ان يكون رئيس جمهوريه فاعل؟ انما رئيس جمهوريه ذلك يعني لا، ما كانش لسه الاعلان الدستوري صدر. ما كانش الاعلان الدستوري صدر، وما كانش مجلس الشعب حل. فهو كان بيتكلم عن وعود رئيس جمهوريه مطلق اليدين، وهو كان يقدر يحقق في اقل من 100 يوم في الحاله دي فعلا. انما الان انا بقول اهو في بدايه ال100 يوم انه لا يا دكتور مرسي، ال100 يوم لم يبداوا اصلا. ال100 يوم لا يبدأون معك إلا عندما تصير مطلق اليدين معك مكناتك. إنما طول ما يبقى موجود المحكمة الدستورية والمجلس العسكري ومجلس الشعب محلول والميزانية ما أقدرش ألجأ إليها وإلى مجلس منتخب وغيره، ال100 يوم لم يبدأوا طيب بعد. شيخ حازم، أنت أشرت كثيرا إلى موضوع استفتاء الشعب وعودة السلطة إلى الشعب كثيرا في حديثك، وذكرت أن هذا هو يعني الأمر الحاسم أو القرار الحاسم الذي من الممكن أن تحل معه الكثير من تلك المشكلات والمعوقات. لكن يعني الدكتور مرسي لم يتخذ هذا القرار حتى الآن. كيف تقرأ ذلك؟ هل هو مرسي رجل، هل الكرسي مثلا له رؤية مختلفة، له طبيعة مختلفة؟ لا، الدكتور مرسي وأنا أجل هذا عنده شعور بالمسؤولية، عنده رغبة في تجنيب البلد المواجهة، عنده ظن حسن انه قد يستطيع ان شاء الله بالمعالجة والاخذ والرد انه تمر السفينة. عايز الامور تهدأ، عايز الشعب ما يشعرش بصدام بين السلطات، عنده من حصيلة الخير ما يجعل فيه ظن حسن. هذا والله اعلم، انا لا اعرفه، انما انا اعرف هذا يعني احسبه كذلك. فده اللي انا اظنه. انا الاختلاف في وجهة النظر ان انا ارى انه بالعكس الحنكة السياسية تقتضي انه يدرك قراءة فورا انه لا، الكلام مش هيجي كده. هو هيحاول وهيقعد يحاول شوية بشوية بشوية، وبعدين يوصل الى نتيجة ان مش هتيجي كده، لانك قدام حد في الاخر مش هيسيب. فهو انا تعتقد ان قرار عودة البرلمان، القرار الجمهوري، كان يعني اختبارا لذلك؟ يعني ربما لو تجربة، ربما كنت افضل الا يصدره،
او الا يصدره في قرار واحد. هو كان يقدر يطلعه، ودي مش غلطته، دي غلطه المستشارين القانونيين، بس عشان انا رجل قانون فالدنيا معايا السياسه والقانون مندمجين. هو كان يقدر يطلع قرار اول بسحب القرار بتاع المشير طنطاوي بس خلاص، وده يقدر واحد سحب قراره قبل مضي 60 يوم طبقا لقانون، خلاص انتهى الامر. حتى لو طعن على هذا هو حر، وبعدين يطلع قرار تاني ببقية النقاط. وكان لو جزأها في تقديري أنا إلى 3 قرارات كانوا ممكن ينجو من الرقابة القضائية التي تلغي. دي نقطة. النقطة الثانية إنه كان يستطيع اللجوء لحاجة غير القرار الجمهوري، غير قرار رئيس الجمهورية. يعني بس كان مجلس الشعب يستطيع أن يتخذ هو قراراته مباشرة. يعني شوف يا أستاذ أيمن، أهو لو رئيس الجمهورية سحب قرار المشير طنطاوي بس وسكت، وبناء على كده الدكتور الكتاتني دعا المجلس للانعقاد واشتغل برلمانيا، هنا ما كانش في حاجة يمكن عرضها على القضاء توقف المسألة. ولذلك أنا رأيي أن المسألة مسألة أن المستشارين القانونيين ربما لم يجيدوا توزيع الشكل القانوني طبقا لصحيح القانون، بس حطوا الاثنين في قرار واحد وخلوه قرار جمهوري مش قرار برلماني، فمشيت المسألة بهذه الصورة. طيب هو السؤال الآن يعني تذكر برنامج في الإذاعة المصرية كان بيقدمه علي فخر زغلول رحمه الله، كان اسمه الغلط فين؟ طبعا الغلط فين في المرحلة ما قبل أو منذ بداية المنافسة على منصب رئاسة الجمهورية حتى الآن؟ منافسة على المنصب، ثم صدور الآن دستور مكمل وحل مجلس الشعب، ثم فوزي مرسي، ثم حتى الآن. أقول لحضرتك إحنا لما الشعب قام بثورة 25 يناير قالوا له لازم البرلمان يستنى، قال لا يمكن. طب لازم الرئيس يستنى عشان يعدل الدستور، قال لا يمكن. طب لازم مش عارف ايه، لا يمكن. فالشعب اصراره راح شايل حسني مبارك، شايل مجلس الشعب، شايل مجلس الشورى، طهر هذه المؤسسات، بدأ يبنيها من جديد. لكنه غفل عن ان في مؤسسات اخرى في البنيان الداخلي خطر عليه، زي منصب النائب العام، زي انتقاءات المحكمة الدستورية العليا. فلما غفل عن هذا أصبح اللي بيدير الانتخابات الرئاسية هي لجنة معروف خلفياتها كويس، فبدأت تصدر قرارات عجيبة الشكل تستبعد بعض الناس وتسمح للناس آخرين بالدخول برغم قانون العزل السياسي، وتحيل للمحكمة الدستورية العليا، والمحكمة الدستورية العليا بتتناغم معها وتصدر أحكام بالصورة الفلانية. فالغفلة دي، ولذلك أنا يوم 22 نوفمبر، شوف يبقى فات إيه، ديسمبر يناير فبراير مارس إبريل مايو يونيو يوليو، 8 شهور وشوية هوت، أصدرت هذا البيان إنه ما لم يكن هناك إحكام مع السلطة القضائية الآن، ده في شهر نوفمبر، سوف يكنس كل شيء. يوم 22 نوفمبر صدر هذا البيان بعد ما المشير طنطاوي قال ان الانتخابات خلاص قدمناها تاني ل 2012 ب10 دقايق. هو قال البيان بعدها ب10 دقايق نزلت قلت اذا انتقل الامر الى كفالة السلطة القضائية واستقامتها. الغلطة اللي كان الغلط فين؟ في اننا تركنا هذه المؤسسات لتستمر ذات سلطة، وتركنا المجلس العسكري ليستمر ذات سلطة، وتركنا المحكمة الدستورية لتستمر بهذه الصورة، برغم ان تكوينها وتشكيلها معيب. والغلط في انه مجلس الشعب، وانا بقولها صراحة، بفصائله الإسلامية وغير الإسلامية، لأن غير الإسلاميين هم اللي عصلجوا في كده، ولذلك دي خطيئة الإسلاميين وغير الإسلاميين. ما أصدروش قانون السلطة القضائية ليه؟ فين قانون؟ لو كانوا أصدروا قانون السلطة القضائية، ولو كان الشعب ضغط بهذا الشأن، ما كانش كل قدر الله ما شاء فعل يعني، بس بنتدارس، ما كانش كل ده حصل. إذن الغلط فين؟ هو ده السؤال. الإجابة: الغلط في أننا اعتبرنا أن المؤسسات القضائية المشكلة تشكيلا خاطئا معبرا عن الطغيان اللي كان موجود بقيت دون أن نواجهها كما واجهنا المؤسسات السياسية اللي هي متعلقة بمجلس الشعب ومجلس الشورى وغيره. وده ما كانش عن غفلة، أنا نبهتهم كويس جدا، نبهتهم قوي قوي قوي، وبعت مشروع ونبهتهم
لكنه كان عن عمد غفلة متعمدة مع الأسف الشديد لحد ما التهمتنا هذه المؤسسات. وده اللي بكرره دلوقتي تاني، بقول لهم مرة تانية بقى اعملوا معروف، الحقوا نفسكم الحد والاثنين، اعملوا معروف الحد والاثنين. شوف انا بقول ايه، الحقوا نفسكم الحد والاثنين قبل ما تتاكلوا الثلاث والاربع، بمنتهى الوضوح اهو، مفيش اوضح من كده. وادركوا اللحظه ولا تتركوا الامور تمضي والا ضاع كل شيء. ماذا لو حدث ما تخشاه وما تحذر منه الجمعية التأسيسية وغيرها من القوى يا سلام الثورية؟ كم من ثورة أحبطت في التاريخ، كم عاد الطغيان مرة أخرى. لكن البعض ظن أن المعركة حسمت بفوز الدكتور مرسي. يعني ألم يكن في يوم من الأيام يا رب ينجيه من كل سوء يا رب؟ مش كان محمد نجيب وصل بقى رئيس جمهورية وحاولوا يشيلوه ما عرفوش؟ في شهر مارس حاولوا يشيلوه، يوم آخر يوم في فبراير 54 ما عرفوش يشيلوه، والشعب خرج وكل حاجة. 6 أشهر اتصرفوا، خدوه رموه 16 سنة بعد كده معتقل في معتقل المرج. لكن هذا أيضا بعد استقطاب الشعب. بالظبط كده، هو ده اللي هيحصل في وقت لماذا هم ينجحون في استقطاب الشعب والتيار الإسلامي يتباعد لأن التيار الإسلامي غافل مش واخد باله، طيبين زيادة عن اللزوم، طيبين زيادة عن اللزوم. ماذا على الشعب إذن أن يفعل حيالهم؟ هو من كان حيا من كان يقظا فعليه أن يلحق بكتيبة اليقظين اللي موجودين دول، لأن دي بلورة. احنا بنقول للناس دي لحظة التحول الغير عادية اللي هيبتدي حكم عسكري. الشعب اللي ينتبه يلحق، اللي يشك واخذ الضمير، اللي ما يقعدش ده يلحق. انما التيار الاسلامي طيب اذا كان الدكتور مرسي معذورا أنا كنت في متصور على مثل فكرة ال100 يوم التي عذرته فيها او احللته نعم. منها نعم. من هذا العهد او هذا الوعد، هناك امور وعد بها من الممكن ان تعيد اليه لحمة الشعب مرة اخرى، مثل بعض الامور المتعلقة بمن انتخبوا الفريق شفيق. لم يقدم لهم شيئا من هذا حتى الان. يعني ايه يقدم ايه؟ مش عارف. يعني هم ما زالوا على النقيض، يعني الان معارضين يقفون موقف المعارضه وموقف الرفض التام بدليل هذه المظاهرات التي تخرج لا 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 لا، دي مش مظاهرات ولا حاجه، ده عمل مصنوع كلنا. انا عارف وانت ايه المصنوع؟ بلاش. لا طبعا مظاهرات تانية دي يعني لا احب ان اعلق عليها اصلا، لانها لكن كل الناس عارفه. استاذ حازم، ما هو في المشهد كشيء مصنوع. انت عارف في 54 اللي حصل ايه؟ اللي حصل مظاهرات عمال النقل اللي اتدفع فيها، اللي عبد الناصر نفسه كان دافع لهم عشان يطلعوا مظاهرات. وعارف انفجارات اللي حصلت في القاهره، عبد الناصر جاب المتفجرات وعملها، ومعترفين ومكتوب في مذكراتهم. انا مش عايز اقول انه انا بتكلم عن الوقائع اللي احنا عارفينها وشايفينها. اولا الدكتور مرسي لم يفقد لحمة الشعب، لحمة الشعب لا تزال معه حتى الان وبكل عاطفة وبكل قوة. انما هو يوشك ان المنحنى بينزل ساعة بساعة، مش لان هو وحش، ولكن لان الانتظار هيضيع كل شيء. فانا ما احللتوش من ال100 يوم عشان مثلا انا عايز اوسع له، لا، انا بقول لك ايده متكتفة، اديني 100 يوم ايدي فيها رئيس جمهورية وانا اخلص. انما متكتف فيها لا. اللي انا بقوله بقى انه ما لحقش يعمله لغايه دلوقتي ده، بقول له قد يا دكتور مرسي، قد ثوره دستوريه وقانونيه وشعبيه حقيقيه فورا، علشان بقايا المؤسسات الفاسده تخرج منها وتنطلق بدستور مستقر وبمؤسسات المنتخبه مستقر. طيب احنا يعني ذكرت ان احنا يعني قبل إجراء هذا الحوار ذكرت أن هناك أخبار تحب أن تعلق عليها، منها زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية ومقابلة الدكتور مرسي، والتي وصفها مصطفى بكري بأنها زيارة للتحريض على المجلس العسكري وعودة مجلس الشعب الذي وصفه بالباطل. إذا كان مصطفى بكري قال هذا فإذا هذا غير صحيح. شوف، انا الحقيقه يعني مش عايز اعلق عليها ولا حاجه الحكايه دي، لكن خليني اقول لك برضو بوضوح كامل. يعني مش عارف، انا عايز اصلي اطلع الكلام برضو بصوره يعني متحفظ قوي. مش قوي، ده كده يا ربنا يسهل. على كل حال شوف يا سيدي،
اولا مجيء وزيرة الخارجية الامريكية لو رفض رئيس الجمهورية يقابلها هيقولوا شايفين تصادمي ازاي؟ مش قلنا ما تجيبوش حد من الاخوان المسلمين؟ ادي ده يعني امال الوضع هو الدولي في الحالين مقتول. ومفيش فايده. سيبك من الناس اللي مفيش فايده فيهم، ما تقعد جنبهم يقولوا اللي هم في عايزين. مظاهرات تقول الان إنما ترفض التدخل الامريكي. انا عبال ما وصلت هناك ميدان إملاءات. التحرير النهارده كنت جاي يعني لما جاردن سيتي. الحقيقه واقف مش عارفين نوصل كنا عشان المظاهرات دي. لكن هو مجيء هيلاري كلينتون التي يكرهها الشعب ونكرهها جميعا ونعتبرها معتدية ووزيرة خارجية لكيان معتدي وكل دولة معتدية وكده. إنما اللي أنا عايز أقوله إن مجيئها سياق طبيعي وتوقيت طبيعي، سياق طبيعي وتوقيت طبيعي. أمال مش هنقابلها. إنما كونها تفسر بأشياء أخرى من الناحية الداخلية ده نوع من تعكير العلاقة. ومصطفى بكري هو نفسه الذي كان يقول قبل الثورة إن الناس دول قد يجرون إلى حروب مع كذا وكذا وكذا وكذا. فلما لكن هذا يعني هذه هي ثاني مسؤول يقابلها الدكتور مرسي، كان مساعدها قبل ذلك في نفس الأسبوع. نعم. يعني خاصة أنهم ربطوا هذه الزيارات بقرارات يتخذها الدكتور مرسي. يعني قبلها كان قرار عودة مجلس الشعب، سبقها هذه اللقاءات مع المسؤولين الأمريكيين. وهم يقولون إن ألا ترى من السذاجة، هو أمريكا لما تكون عايزاني أعمل حاجة بشأن مجلس الشعب لازم عن طريق زيارة علنية؟ مفيش تليفون محدش شايفه؟ خلاص هي دي الطريقة يعني؟ احنا سذج للدرجة دي؟ هكذا يقولون. ما عشان كده مش معقول أنا أربط المجيء. شوف لو كنت أنا رئيس الجمهورية كنت هقابل هيلاري كلينتون تاني يوم مباشرة، لأنه شيء طبيعي. نحن جميعا نعرف أنه الدور الأمريكي في مصر كان فظيع في عهد حسني مبارك، فلازم أقابل الناس اللي جايين من اللي متهمين بهذا فورا، وأقابلها مرة واثنين وثلاثة وأقعد اجتماعات وناقش علشان أوصل إيه المشكلة فين. إنما تقول لي إن علشان حاجة علنية، يا سيدي لو كانوا يريدون أن يخططوا مجلس الشعب يروح ولا يجي وهنعمل إيه وهنسوي إيه ونحل كذا، مش محتاجين يقعدوا قعدات علنية بهذه الصورة، كان يقدروا يبعتوا مفاوضات سرية. ومع ذلك أنا مش بقولك الكلام ده وأنا متفق سياسيا مع الإخوان ولا متفق سياسيا مع الدكتور مرسي، لا أنا مختلف معهم سياسيا وشايف إن اللي هم بيعملوه يعني أرى إنه هو يعني لازم يتغير يعني، وإنه بعد شوية. طب لماذا لا تتوب عن تأييدهم أنت مثلا منذ البداية؟ أنا لا أؤيده. أنا منذ البداية وصفت مثلا المجلس العسكري بالثعالب وكلمات خطيرة. نعم. ولم تتراجع أبدا عن هذه الأوصاف، في حين أن الإخوان في كثير من الأوقات كانوا يعني يصفوا من بعض بالمتحالفين والمؤيدين للمجلس العسكري، وهذا كان واضحا في كثير من الأوقات. لماذا أنت على تأييدك حتى الآن؟ وأنا ذكرت من قبل أن هناك فارق بين الخصم اللي هو متخذ صفة خصم وبين فصيلي اللي مخطئ وبيشتغل بطريقة غلط بتمكن الخصم. فأنا بقول ده خصم، لكن بقول ده أنتوا ليه بتعملوا كده؟ فأنا خالفت دائما الإدارة السياسية للإخوان ولا أعفيهم من المسؤولية من 25 يناير حتى الآن، وإن كانوا أفضل بكتير. هم سما والتيارات اللي هي غير إسلامية دي أرض وأقل من الأرض كمان، اللي عملوه طعنات في ظهر الثورة من أشد ما يكون أنا شاهد عليها. فإذا كنا بنقارن الإخوان والتيارات دي فلا، لكن لا شك أن أنا أحمل الإخوان هذه الأخطاء اللي هي ناتجة عن أنه يعني العمق السياسي ربما كان ممكن يكون أفضل من كده بكتير. طب شيخ حازم، هل تعتقد أن هناك فصلا حقيقيا بين الدكتور مرسي في العمل وبين جماعة الإخوان المسلمين؟ ده غلط كبير. هو كان يجب أصلا خطأ؟ لا طبعا لا تؤيد ذلك يا أستاذ أيمن. قول لي كده بالله، الراجل داخل ببرنامج اسمه مشروع النهضة، ده اللي عمل له القسم الاقتصادي وده القسم الاجتماعي وده القسم السياسي. اول ما ادخل ما اخدهمش اسالهم المشروع ده يتنفذ ازاي يعني ياخد منهم وزراء مثلا؟ طبعا لازم يفضل بيستشير، لازم شغال. انما هو اللي هو عمله ده مش انه خرج، هو بيخرج بس من انه يأتمر بامر الاخوان، يأتمر بامر المرشد، خلاص خرج من كده واصبح هو الامر وليس المؤتمر، هو الرئيس وليس المرؤوس. ما دام هو الرئيس يستعين بمن يشاء، هو حر.
امال استعين بمين؟ انت ما قلتليش ممنوع لو لقينا على راي النكته اللي مكتوبه على النت، لو لقينا مسد كول بس من واحد من الاخوان على تليفون الدكتور مرسي تبقى مشكله. مين قال كده؟ احنا كان كل المشترط عليه انه لا يكون، او كل اللي هو بذله من نفسه انه ما يكونش عضو في جماعه الاخوان المسلمين بحيث يأتمر باوامره. خلاص خرج. لكن هناك محاذير متعلقه بهذا الشان استاذ حازم، وهي انه معنى ذلك حتى ينفذ مشروع النهضه فلا بد ان تكون الحكومه مصطبغه بهذه الصبغه الاخوانيه، يعني تشكيل الحكومه يكون الاغلبيه منه من الاخوان، وبالتالي يصطبغ مشروع نهضه مصر بمشروع اخواني بما يسميه البعض مشروع اخوانه مصر. امال يعني انا ادخل الانتخابات ببرنامج وبعدين اجيب حكومه اغلبيتها ضد هذا البرنامج؟ يبقى انا كنت بخدع الناس. انما انا دخلت البرنامج وانتخبت على اساسه لازم الحكومه تكون مؤمنه بهذا البرنامج. انما بقى ان انا اترجم ده الى كلمه اخوانه، ده خلل ثقافي وخلل استنباطي. يعني ايه اخوانه؟ يعني هيعمل ايه؟ هو انا هجيب رئيس هيئه الصرف الصحي لازم يكون من الاخوان، ورئيس هيئه الميه من الاخوان؟ لا، هو يجيب ناس ينفذوا مشروع سياسي. انما اخوانه هو هيدرس لهم رسائل حسن البنا؟ هو مش هيدرس رسائل حسن البنا، ولكنه هو هيتولى ان المجموعه اللي معاه تبقى معاونه له. افرض دلوقتي جاب الدكتور رفعت السعيد عضو في الحكومه، وجاب الدكتور السيد البدوي عضو في الحكومه، وجاب الدكتور معرفش رئيس حزب الجبهه دلوقتي اسمه ايه عضو في الحكومه، وجاب اعضاء وقعدوا يتخانقوا معاه. دي حكومه تعمل حاجه؟ يا راجل ده احنا من 70 سنه، من 70 سنه الدبابات حصرت قصر الملك فاروق، الدبابات الانجليزيه، وقالوا له لازم تعين النحاس رئيسا للوزراء. فعلشان يحمي عرشه جاب النحاس رئيس وزراء. فلما النحاس جه قالوا له بس بشرط يا معالي النحاس باشا تبقى حكومه من الاطياف الوطنيه كلها، حكومه وحده وطنيه. قال لهم لا، حكومه بالكامل وفديه. ليه؟ قال لهم عشان يبقى حزبي المجموعه متناسقه وما اقدر اعمل حاجه. من 70 سنه لازم المجموعه اللي تشتغل ما يبقوش شركاء متشاكسين. انما انت تعيني انا محمد مرسي رئيس جمهوريه النهارده وتشترط عليا حكومه متشاكسه، اقوم افشل، تقوم لما تيجي بعد 100 يوم تحاسبني وانت اللي مشترط عليا المتشاكسين. ولذلك ندائي للدكتور مرسي خذ الامور بقوه. مجموعه متناغمه، معظمها بره الاخوان، معظمها جوه الاخوان، نصها كده ونصها كده، انت حر. واعمل حكومه متناغمه مع بعضها، لانه مش هيرحموك لما يجوا يحاسبوك. عشان تعرف تؤدي وتعرف تنجز لازم المجموعه تكون فاهماك وانت فاهمها وتعرف تؤدي. اذا كيف تتصور تشكيل مؤسسه الرئاسه؟ أنا الحقيقة أتصور أنه كان أولا قبل الرئاسة مجلس وزراء يختار رئيس وزراء فعلا زي ما هو قال، ما هوش إخواني وما هوش إسلامي، ما فيش مانع، وشخصية وطنية مستقلة زي ما قال. وفي ناس كتير جدا من النوع ده، مش جدا لكن في ناس موجودين محترمين كويسين، ممكن يعني أنا في ذهني 1 2 3 4 5 6 مثلا على الأقل يقدر يختار. لا بصفة عامة، لا ما أنا يعني أنا أرى، لا والله أرى يعني من عدم ربما الأدب، يحمد لك ذلك. لا يعني أرى من عدم الأدب إن الواحد يعني يفتئت على مقام رئيس الجمهورية بأنه هو يقول له عين فلان. لو كنت رئيسا يمكن كنت خلي الأستاذ أيمن مثلا فيختار واحد يعني رئيس وزراء فعلا شخصية موزونة متزنة، مش مايلة ومش سياسية وملهاش أغراض سياسية الحقيقة، برغم ان رئيس وزراء لازم يكون سياسي، انما يختارها وما يكونش اقتصادي، ما يكونش رجل اقتصاد، ما يكونش رجل اقتصاد. لماذا في حين يطالب البعض بان رئيس الوزراء لابد ان يكون اقتصاديا؟ لان الازمه الحقيقيه هتبقى خطيئه في الطحن الاقتصادي، هتبقى خطيئه عمر، لانه هيصبغ الوزاره بانه رئيس وزراء اقتصادي هو اللي هيوجه المناهج. انما انا عشان اخلي وزير الماليه، وزير التخطيط، وزير الاقتصاد، وزير الاستثمار، الوزراء دول يثمرون كل واحد. تقصد يدير الوزراء ولا يملي عليهم؟ الله يبارك فيك، رائع بالضبط. يستطيع أن ينسق بين مناهج الوزارات ويدير وزارة ويصنع سياسة
مش يبقى هو صاحب الرؤية اللي كده، وإلا تحصل وزارة. احنا وزارات حسني مبارك ليه كانوا بيتضاربوا وبيضربوا في بعض؟ لأن معظمها كان كده، كان رئيس الوزراء صاحب نهج على التانيين ينفذوه، والوزير شايف ان هو صاحب نهج، فيتخانقوا مع بعض وتجيلنا اخبارهم في الشارع انه فلان متخانق مع فلان، لحد ما يجي التشكيل الوزاري كله متوقع مين اللي هيخرج ومين اللي هيبقى بناء على التوافقات دي. فلا يبقى رئيس وزراء ليس اقتصاديا، وإنما رئيس وزراء سياسي حريف مستقل، ويبقى معاه 2 3 4 نواب رئيس وزراء لفروع الوزارة الرئيسية أو الكبرى، ومعاه وزراء. ولكن الشرط ان رئيس الوزراء اللي مش اخواني ونواب رئيس الوزراء اللي مش اخوانيين والوزراء اللي مش اخوانيين يبقوا متناغمين مع الرئيس، مش متربصين له، مش يجيب لي فلان الفلاني اليساري وفلان الفلاني اليميني وفلان الفلاني الاسلامي اللي هيتخانقوا مع بعض. لكن ماذا تتوقع من خلال هذا الجدل الدائر على تشكيل مؤسسة الرئاسة؟ هناك من يحاول مثلا أن يملي تصورا معينا من القوى السياسية، أيضا وعود الدكتور مرسي فيما قبل توليه الحكم بأن هيكون في نائب قبطي وسيشمل التشكيل امرأة وما إلى ذلك، كيف تراه يعني يفي بتلك الوعود؟ والله أنا برضو ألتمس له العذر جدا، وإن كنت آسف جدا لهذا، لكن أنا أدعوه أن يفي بوعوده، على الرغم من أنها مضرة، لأنه لو ما ينفعش نعين نائب رئيس جمهورية مسيحي ونائب رئيس جمهورية امرأة ونائب رئيس جمهورية عشان من شباب الثورة ونائب يعني ده الحقيقة هي مش ترضيات. يعني هو المفروض ان انا بختار نواب ومستشارين ومساعدين لتقوية مؤسسة. ما هو بناء على هذه الوعود انتخبته تلك القوى. ما عشان كده قلت لابد يعني ان يوفي. نعم، عشان احسنت فعلا، عشان كده قلت لحضرتك هو مضطر الان يوفي، فهو عليه ان يختار فعلا طبقا للوفاء بالوعود، لكن سددوا وقاربوا بقى. طب إذا كنت في هذا المطب كيف تسدد وتقارب إذا ما كنت رئيسا للجمهورية؟ يعني بقدر المستطاع أحاول أن أبحث عن الكفاءات وعن الذين لا يشاكسون. يعني إيه لا يشاكسون؟ يعني أنت يعني أضرب لك مثل، الحكومة كان فيها حازم الببلاوي نائب رئيس وزراء ووزير مالية اتجاه سوق ورأس مالي، وكان فيها جودة عبد الخالق اتجاه شيوعي ولا اشتراكي ولا يساري. ازاي واحد المنهجين قاعدين على مجلس وزراء واحد وبيقرروا سياسات دولة؟ فبيحصل مع بعض يعني وده وجود المتضادين ألا يزن الأمور؟ لا يزن الأمور. ده هو احنا مش في برلمان، أصل في فرق بين مجلس الشورى أو الشعب أو البرلمان وبين المجموعة التنفيذية. المجموعة التنفيذية لازم أبقى أنا فاهمك وأنت فاهمني، لازم أبقى على نسق تناغم. أقول لك حاجة، عارف رئيس الجمهورية ده أحسن حاجة زي مدرب كرة القدم، بيجي مجلس إدارة النادي الأهلي يجيب مدرب يقول له اعمل اللي انت عايزه، احنا مش هنتدخل لأن احنا عايزين نتائج وبطولات. نفس الكلام لو انت عايز من رئيس الجمهورية نتائج وبطولات، لازم تديله القدرة أن يختار فريقه المتناغم اللي بيسمع كلامه واللي بيرسم معاه السياسة واللي بيشتغل واللي بيكون يعني. إنما تجيب ناس توازن، احنا دي مجموعة تنفيذية ما فيهاش توازن، مجموعة تنفيذية زي مجلس نقابة المحامين يوم ما اختاروا مش عارف نصه من فين ونصه من فين، ما عملش حاجة لحد ما اتحل. هل دعيت إلى يعني المشاركة في تشكيل مؤسسة الرئاسة؟ تليفون تواصل بينك وبين الدكتور مرسي؟ سيبك بس من السؤال ده عشان ما بحبش أجاوبه، إنما على كل حال يعني عندك إجابة أنا أقول لك ليس من المصلحة البتة إطلاقا في المرحلة الحالية أن يكون لي دور أو قرب من هذا مصلحة المجال. من؟ مصلحة البلد أم مصلحتك الشخصية؟ أنا ما عنديش وهذا ليس عيبا، أنا مصلحتي الشخصية عايز أروح. لا مش من هنا، لا أنا النهارده قاعد هنا قاعدينك على كرسي مبسوط بيه. لا ده هنا على فكرة أريح من الخيمة صعبة خالص، ولذلك يعني لا أنا ما أقصدش عايز أروح من هنا، أنا عايز أروح من الأحداث. يعني يا ريت نخلص. لكن دعيت إلى ما أنا بقول لحضرتك الأسئلة دي ما يعني نعم أم لا؟ ما هو أو لا أجيب. يعني
فليست هذه مسألة مطروحة، يعني لازم نقول ان ده موضوع غير مطروح البتة خالص. لكنك يعني تحدثت عن مستقبل سياسي تعد له بالنسبة لك. لا 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 لا, لا. أنا كل ما في الأمر أنني الآن أعد نسق أو تنظيم لحراك الشعب عن طريق حركة سياسية كبيرة يكون فيها حزب سياسي قادر على خوض. وإذا ما إن شاء الله تعالى بإذن الله إذا ما فتح لا قدر الله يعني باب الترشيح للانتخابات، لأنه المجالس دي حلت بإذن الله تبارك وتعالى يا رب العالمين، وبمنهج هذه الأمة اللي عايزة تجتمع، بإذن الله سنخوض الانتخابات على مستوى جميع الدوائر الانتخابية بقدر ما نستطيع. مش متأكدين هنقدر ولا لا، إنما نحاول نعمل هذا بإذن الله إن شاء الله. فضلا عن أن وجودنا الآن في ميدان التحرير نحن لا نقصد به إلا أن احنا بلورة تقول للناس المصيبة تقع الآن فلا تتخلفوا عن ساعة الحق. يعني نريد أن نتحدث أيضا عن القرار الذي من الممكن أن نتخذه في الفترة القادمة ومستقبل السياسي بالتفصيل، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. بكم مجددا مشاهدينا الاعزاء، ونواصل الحوار مع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. اهلا بك مجددا استاذ حازم. طيب كنا نتحدث عن مستقبلك السياسي، وذكرت ان في حزب يشكل الان والله شوف يا استاذ ايمن، هو اللي حصل انه لما قامت احداث 25 يناير انا ما كانش طبعا في ذهني ابدا مساله ترشيح لاي حاجه لرئاسه الجمهوريه ولا غيره، إلا اضطرارا لما حصل ان احنا لقينا ان البلد بتروح للنظام القديم وتصنيع نماذج من برضو زي النظام القديم وغيره، فحصل اضطرار. الآن نفس المسألة. أنا لا أتكلم عن مستقبل سياسي لشخصي، لأن أنا فعلا أفضل أن أروح زي ما قلت لك وخلاص، والإنسان يعود لما كان عليه وانتهى الأمر. لكن أنا أدركت ما يأتي، إن هذه البلد تحتاج إلى تيار يعرف كيف يعامل الأحداث على حقيقتها مش على أوهامه، وإن الموجودين حاليا ممكن يكون فيهم ناس كويسين جدا وفيهم ناس تانيين على الأوهام على الظنون وناس على المصالح. فالحقيقة النظرة الآن أننا نريد أن احنا ننشئ تيار في الشعب، تيار حقيقي يعامل الأمور على حقيقتها، تيار كفء يفهم الأمور، عميق مدرك متزن ذو برنامج يقيمها على المنهج. بناء على كده بدأنا في إنشاء أو في رسم خريطة لحزب ضمن حركة سياسية وعقدية ودعوية أيضا واجتماعية وثقافية كبيرة جدا إن شاء الله، وبدأنا نشتغل بهدوء. ولكن الآن اللي فوجئنا به اللي هو مسألة حل مجلس الشعب وحل مجلس الشورى اللي مرتقب وحل كذا، إذا ما اضطررنا لذلك، ويا رب يفضل مجلس الشعب الموجود الحالي مستمر، الله أعلم إذا كان ده خير ولا لا، إنما هكذا نرى، ومجلس الشورى موجود يبقى أفضل. إنما إذا ما حل المجلسان وعادت الأمور إلى الانتخابات فإحنا يمكن نستعجل في خوض الانتخابات مع الأسف، برغم ان كنا نحب ناخد فترة لإنشاء التيار ده في الشعب ولضمه عشان يبقى تيار كفء يستطيع أن ينهض بالبلد فعلا ويقيم قوتها السياسية. ما الذي يجعل هذا التيار مختلفا عن غيره؟ يعني بعض القوى أيضا وبعض الرموز السياسية دعت إلى ذلك. يعني لماذا لا تتفقون في صف واحد وخندق واحد حتى يقوي بعضكم بعضا؟ يا ريت مش لاقيين. ما المانع مثلا حزب الدكتور عبد المنعم الفتوح، الحزب الذي أعلن عنه عمرو خالد مثلا، هو نفس يا ريت ما هو الصبغة أو المرجعية الإسلامية. كل الأحزاب دي منهجها أو مناهجها في مواجهة الأحداث منهج الدنيا ماشية معاهم، يعني ما عندهمش مشكلة. يعني ما فيش حد حاسس ان البلد بترجع للغرقة مرة تانية. هم بيتصوروا ان نعمل حزب يعني نعمل سياسة، نعمل ثقافة، نعمل وخلاص، مش مدركين القضية الوطنية نفسها بتتحدف ناحية البحر مرة تانية. احنا عايزين تيار يبقى فاهم ان هو في حالة مواجهة مع قوى عالمية ولها حلفاء من القوى الداخلية. هم أيضا يقولون ذلك أيضا يا شيخ حازم، يقولون إن احنا مختلفين عن غيرنا من الأحزاب والحركات في أننا نفهم اللعبة السياسية، وهناك من يقول إن حزبي مثل الدكتور عمرو خالد مثلا، حزبي سيقوم على التنمية التي تصنع القاعدة الشعبية والشبابية التي تكون مرجعية ثقافية
تتمكن بعد ذلك من يعني التمكن السياسي والمشاركة طيب السياسية. ما أنا بقول كده، بقول ده منهجه مختلف تماما عن منهجنا. احنا شايفين إن دي أوهام، لأنه نقعد نشتغل في التنمية والثقافية وغيره، بينما الرأس القوة في البلد لن يسمح بأن البلد توصل لدرجة من التنمية والثقافة، لأن في سادة أخفياء يعني مش عايزين الشعب يقب، فبالتالي شايفين ان دي اوهام، هيقعد يعمل. ما هي الحقائق عندكم في حزبكم؟ ان هناك سلطة حقيقية تفرض على البلد حالة الأسر اقتصاديا واجتماعيا وغيره، وانه مش هيسمحوا للقوى الشعبية الحقيقية بان هي تتولى الامور الا بمواجهة حقيقية تخلي سلطة على البلد لشعب البلد. طب ماذا ستفعلون؟ اللي هي القضية النضالية، القضية الوطنية. طيب كيف الآليات؟ يعني ما هو أريد أن أتخيل الأداء كويس. أنت حضرتك عندك مثلا لما حصل الاحتلال البريطاني لمصر، مصطفى كامل أنشأ الحزب الوطني وكان حزبا نضاليا. نعم. الحزب ده الحقيقة لولا المأساة وفاة مصطفى كامل ومحمد فريد اللي أسفرت عن أنه حصل ضعف في القضية الوطنية بعد ذلك، كانت المواجهة الوطنية الواضحة لها نتيجة ممتازة. فإحنا شايفين أنه لا تترك السلطة لجهة غير شعبية، لازم تقول السلطة حقيقة إلى الشعب. فبالتالي الآلية هتبقى خطاب شعبي، خطاب للناس ليؤمنوا بهذا وليتجمعوا حوله ليفرضوه واقعا لإحياء الناس مرة لكن أخرى. هذا أداء الحركات وليس الأحزاب. ما عشان كده قلت حركات ضغط بالظبط. أنا عشان كده قلت لحضرتك إنها حركة، ولكن سيكون من ضمن مكوناتها حزب، علشان في شروط لا يمكن القيام بها إلا الأحزاب، زي الترشيح للمجالس البرلمانية. إلى جانب إن إحنا لما هنعمل هذا الكلام الحقيقة مشترطين أن يكون تحت الالتزام بالعقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية. يعني إحنا مش شايفين إن ينفع شغل سياسي أساسا أصلا أبدا بدون العقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية. لكن هذا ربما يفقدك الكثير من المؤيدين والمناصرين، وأنت تريد أن تؤسس لتيار له طبيعة ضغط وتأثير، وهذا لن يكون بتيار واحد أو فصيل واحد. لا 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 لا، ده الشعب المصري. يعني هو التيار الواحد اللي حضرتك بتذكره ده هو ده التيار الموجود فيه، حتى من المسيحيين. يعني احنا معانا عدد من المسيحيين في هذا ان شاء الله يبلغ عدة مئات الآن. نعم عدة مئات معانا بالفعل. ليه؟ لانه احنا مش بنقول للناس انه في شيء يخل بحقوق المسيحيين ولا بعقائد المسيحيين ولا بحقوقهم المالية ولا المدنية ولا الاجتماعية ولا السياسية ولا حاجة إطلاقا، معروف. ففي اقتناع بكده. لكن يا أستاذ أيمن، أي مجتمع من المجتمعات خاطب نفسه من غير عقيدته فشل. فعشان كده احنا بنقول لا، بالعكس، احنا عايزين العقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية. الشعب المصري كله عايز الشريعة فعلا، إلا التلفزيونيين، يعني باختصار. إنما غير التلفزيونيين الشعب عايز الشريعة، عايز يعيش حياة نظيفة. انت عارف حضرتك ان قانون العقوبات المصري يسمح بالزنا ولا لا؟ الزنا قانون رسمي، الزنا من مكارم الأخلاق في القانون المصري. مين يقول كده؟ يقول؟ من قال ذلك؟ يعني لا، ده إجماع رجال القانون والقضاء والنص، أن الرجل إذا ما وقع في الزنا لا تثريب عليه أبدا. الحاجة الوحيدة أنه لو عمل ده في مسكن الزوجية تقوم الزوجة تقول له إيه اللي جابك هنا بس، إنما غير كده ده مش جريمة أساسا. وده له في القانون، لا في الإسلام ولا في المسيحية ولا في اليهودية. ليس جريمة إذا ما ارتكبها وراء ستر. يعني هو يقول ذلك القانون. أليس هذا يتفق مع الشرع أيضا؟ لا، افرض قال أنا امبارح ارتكبت جريمة الزنا، في هذه الحالة ليس في القانون ما يجرمه خالص، حتى لو اعترف. ولو بنت واحدة، تعالي يا بنت، أو شهود مثلا. هو معترف، هو مش عايز شهود. لو جت واحدة قالت والله أنا واخدة الشقة دي 6 شارع مش عارف إيه، وبستقبل أصدقائي في الشغل ولا في الجامعة ولا في كده، وبنرتكب الزنا والعياذ بالله يا رب العالمين، بس من غير أجر، ده يعني بس كده ممارسة يعني حرية، مش ممنوع عليها، هي حرة. فالقانون المصري فادح، فمين مش عايز كده؟ إذن هذه معضلات كلها يتحملها الجمعية التأسيسية للدستور.
لإصلاح ذلك من وجهة نظرك لا شك لا شك بالخلفية الإسلامية. لا شك. ولذلك مثلا مشكلة المادة 2، مشكلة المادة 2 إنها كانت صياغتها غامضة، وده كان يناسب عهد القهر والطغيان اللي كنا فيه، يحطوا صيغ غامضة. إنما الوقت جمعية تأسيسية تمشي في نفس السياق والصياغة، لازم هي الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وتبقى كل المشكلة إنه نحط في السياق مبادئ ولا أحكام ولا نشيلهم ونخليها الشريعة بس. السياق نفسه لازم يتغير، يبقى واضح. الشريعة الإسلامية إيه هي الحاجات اللي ما ينفعش تخالف، لازم سياق الجملة يتغير. احنا هنفضل كذابين. طب ما هو السياق الأمثل الذي تراه مناسبا في أنا مش عايز أقترح، بس عايز حاجة واضحة إن ما ينفعش واحد يخالف حرام مقطوع بحرمته، كده كلام واضح نفهمه. إنما ألا تفي بذلك كلمة أحكام أو مبادئ؟ هل لا، أنت ما هو مع أي بقول من لحضرتك اللي حصل بقى إيه؟ اللي حصل إن تطرح مبادئ تحصل مناقشة فلسفية، تطرح أحكام تحصل مناقشة فلسفية، تشيلهم الاثنين وتخليها الشريعة الإسلامية تحصل مناقشة فلسفية، ويطلع الدكتور لكن أحمد السلفيين الطيب متشددين حيال الأحكام، يطالبون بالأحكام. ما هو بقول لحضرتك مناقشات كلها بقى في الموضوع. إنما قول لي كلام نفهمه، الراجل الفلاح البسيط يفهمه. يقول له كده إنه لا يجوز أن يتضمن القانون إقرار حرام مقطوع بحرمته، كلام واضح ما فيهوش كلام. النص الدستوري يجب أن يكون واضحا قاطعا ظاهرا. طب هي كلمة أحكام الشريعة الإسلامية ألا تفي بذلك؟ أليست ظاهرة؟ ما هم قالوا كده، ناس تانيين قالوا لهم لا مش ظاهرة. مش بتسمع حضرتك المناقشات دي؟ طبعا. يعني اللي قالوا أحكام التانيين قالوا لهم مش كده، مش ظاهرة، لا ده معناها كذا وهتدخلنا في كذا. قالوا مبادئ، لأنه عايزين عبارات، احنا لسه مثقلين بأخلاق الكذب بتاعت زمان، عايزين كلام والسلام. أنا عايز كلام مفهوم واضح، إنه قول لي كلام إنه لا يجوز أن تتضمن القوانين كذا، كلام في الدستور يكون واضح. الصياغة ايه بقى يحطها اهل الصياغة الدستورية، هم حرين. انما احنا لغاية دلوقتي انت عارف، انت فاكر دي في الشريعة الاسلامية بس؟ دي مش في الشريعة الاسلامية بس، ده حتى موجود في بقية يعني مثلا يقول لك ايه، نظام مصر يقوم على مثلا مش عارف ايه، ما اعرفش، مرة يكتب المواطنة، مرة تحالف قوى الشعب العاملة زمان، مرة النظام الاشتراكي كذا، مرة تعدد الاحزاب، مرة التضافر الايه. قول لي كلام نفهمه. بالعكس انا قلت للجمعيه التاسيسيه يا ريت تشيلوا الكلام ده كله، ما تدخل، مفيش حاجه اسمها نظام قاعدين يتناقشوا دوله ديمقراطيه ولا دوله شوريه، ما تشيل السياق ده كله. طب بالنسبه للماده الثانيه للدستور انها محل جدل واسع، يعني الا يجدي مثلا محاوله البعض اضافه ان الازهر يمثل شكل المرجعيه الدينيه؟ دي جريمه بقى، دي جريمه بقى. ليه بقى؟ ليه بقى؟ الازهر هو اللي يحدد الحرام والحلال جريمة. وكلمه مبادئ واحكام. انا بقولها اهو، دي جريمه. ازاي؟ انا علشان ادي الازهر هذه المرجعيه لازم قبلها احرره واخليه جهه علميه غير مثقله بالقيود الوظيفيه والناس اللي موجودين فيه واللي بيديروه غيره. انا عندي شيخ الازهر الحالي كان عضو المكتب السياسي الحزب الوطني بتاع حسني مبارك واللي معاه واللي صدر حكم ضده، فبالتالي لا يمكن ان انا اعطي المرجعيه والقدسيه للازهر قبل ما احرره، اطلع قانون للازهر يحرر الازهر الاول. انما ده احنا عندنا محمد سيد طنطاوي شيخ الازهر السابق رحمه الله، الله يرحمه يا رب العالمين، كان بيقول احنا موظفين عند الحكومه، انتوا ما تحملوناش اللي ما نقدرش نحتمله. لا انا مش عايز المرجعيه يبقى موظف عند طب ما هو البديل يعني لاستقلال الازهر؟ اخوانه الازهر؟ لا، ما هو البديل ما انا قلته من شويه، وانا قلته من شويه، لولا المشاغبات اللي تفرضها طبيعه مهنه مقدم البرامج انما انا قلته من شويه، وهو انه البديل هو قانون يحرر الازهر من القيود اللي عليه، يحرر الازهر من سلطان الحكومه عليه، يحرر الازهر من الانحرافات. ما هو الازهر الذي وضع وثيقه الازهر ووافقت عليه كل القوى السياسيه او معظمها. وثيقه الازهر عندي انا غير موافق عليها. وثيقه الازهر لكن مش عارف جل الاحزاب والقوى السياسيه وافقت. سترى انها جريمه تاريخيه في حق العقيده، ان الاخوان والسلفيين وافقوا على جريمه. ماذا في وثيقه الازهر؟ يا سلام، وثيقه الازهر التي تذكر ان الشورى الديمقراطيه بوصفها الشورى الاسلاميه. مين قال كده؟ ولا حتى كتب الاخوان ولا كتب السلفيين بتقول كده، وراحوا ده مضى وده مضى.
وثيقة سامي عنان ده مضى وده مضى. مش وهل عارف هذه العبارة أو تعالوا الجملة يعني من الممكن أن تكون خطأ كبيرا في المرجعية الإسلامية؟ بلا شك طبعا، بالقياس؟ بلا شك، لأنه الديمقراطية في الإسلام هي ديمقراطية في حدود ثوابت الدستورية للبلد. انك ما تقوليش اصل الديمقراطيه بره تحل، يعني مثلا في امريكا ديمقراطيه كاليفورنيا احلت المخدرات. كاليفورنيا الحشيش في الماريجوانا ده في كاليفورنيا حلال. يعني اهو انا اعلان، اللي عايز حشيش يروح يشتري من هناك. من هولندا، ديمقراطيه هولندا احلت الحشيش، انما ديمقراطيه بقيه الولايات حرمتها. فالفكرة هنا ان الديمقراطية لابد ان تكون الديمقراطية المقيدة. فعشان كده الازهر انا على عيني وانت عارف ان انا والدي ازهري ولا لا؟ انا والدي كان من كبار علماء الازهر وانا رجل. فانا الازهر لا احد يشعر بالضعف العاطفي تجاه الازهر حبا واجلالا ورفعة. جدي كان استاذا في جامعة الازهر معمما، استاذا للحديث الشريف. فانا يعني تلميذ عند أقدام علماء الأزهر. عشان كده لا أعطي الأزهر مرجعية إلا إذا تحرر الأزهر. الأزهر زمان شيوخ الأزهر كانوا بياخدوا مرتبهم من ربنا مباشرة، بياخدوا مرتبهم مش من الأزهر. إزاي؟ كان واحد بيعمل وقف 10 فدادين للأزهر، يقوم الوقف ده وقف لله تعالى. فالوقف ده هو اللي كان العلماء بياخدوا منهم يعني مرتباتهم. ما كانش حد بيتدخل في هذا على الازهريين. انما النهارده الحكومه خدت الاوقاف علشان الازهري يبقى طب يعني هي فاذا انا ارى ان المرجعيه للازهر بشرط ان يسبق ذلك تحرير الازهر. انما يا سادتي السلفيين والاخوان وغيرهم عايزين تحطوا في الدستور مرجعية الأزهر وهو لا يزال أسير مكبل وقياداته تعمل بالليل والنهار مع المجلس العسكري النهارده ومع حسني مبارك امبارح. طيب بغض النظر عن المادة الثانية في الدستور وما إلى ذلك، وهل تتشكل هوية الأمة ووعيها الديني والثقافي من خلال الدساتير والقوانين في الأساس أصلا؟ رقي الأمة بقدر ما الدستور يكون معبر عن حقيقة الناس. إنما احنا طول عمرنا الدساتير بتكذب، الناس يبقى لها اتجاه والدساتير بتكتب حاجة تانية. احنا عايزين الدستور بقى المرة دي يجي طبقا للناس عايزينه. وعلى فكرة الاستفتاء على الدستور جايز يشهد معركة، جايز أنا نفسي ألف بلاد الجمهورية كلها أقول للناس قولوا لأ للدستور وارفضوه، لأنه ما لم يكن الدستور دستور حقيقة يناسب اتجاه الأمة فعلا المصرية. ما علمته حتى الآن في صياغة الدستور؟ عمدا لا أتابعه، أتعمد ألا أتابعه، لأنه بيخرج خروج التسريبات وأنا ما بحبش كده. لما يطلعوه لنا واضحا نقدر. إنما أنا بقول لحضرتك أهو وبقول في كل مكان أنا مش عايز دستور بيكذب. بس الحقيقة الجمعية التأسيسية الحالية اللي هي متشكلة بطريقة التلصيم، إنه طب خدوا دول، لا والله طب طلعوا 2 من عندكم ودخلوا 2 من عندنا، طريقة التلصيم. ولذلك أنا كشخص يا أستاذ أيمن أعلي مسألة الإرادة الشعبية جدا، ولعلك شفت كذا مرة في الحوار. أنا شايف إن الجمعية التأسيسية تطرح للترشيح وينتخب 100 واحد بإرادة شعبية علشان تنقمع الأنوف وندمغ الأنوف اللي قاعدة منرفزانة دي، قاعدين مع الفصائل يقول لك خد ده وشيل ده. احنا هنهزر؟ شعب يختار. فعلى كل حال الدستور أنا أريد له أن يكون معبرا عن الإرادة الشعبية حقيقة. وعايز أقول لحضرتك إن نمرة 1 عندي في الدستور إن المسيحيين نمرة 1. شوف بقى ازاي لدرجة إيه؟ نمرة 1 المسيحيين. لأن الديمقراطية مش إنه الأغلبية تحكم. الديمقراطية اللي أعرفها أنا مش إن الأغلبية تحكم، لا، الديمقراطية إن الأقلية تطمئن. لأن الأغلبية تحكم بحيث إن الأقلية تبقى مقهورة، لا، لازم الأقلية تحس إنها بتتنفس براحتها. نعم. حقوقها الطبيعية. طيب هي بقيت دقائق أو بضع دقائق في هذه الحلقة، يعني أخرت فيها موضوعا يعني لا أريد الخوض فيه كثيرا، هو موضوع استبعادك من المنافسة ومن السباق الرئاسي
بناء على ما قدمته اللجنة من قرائن بأن والدتك رحمه الله لا يعني تحمل الجنسية الأمريكية. اللجنة قدمت هذه القرائن، لم تقدم دليلا، لكن أيضا على صعيدك أنت لم تقدم ما ينفي ذلك من دليل، في حين أنك أشرت إلى أن هناك مفاجأة من العيار الثقيل ستفجرها وستقلب كل الموازين في هذا الشأن. طبعا لا شك، احنا هنلاعبهم ان شاء الله على الشناكل زي ما بيقولوا. احنا اولا اللي حاصل ان هم كل اللي لعبوا عليه انه القانون بيدي فقط 24 ساعة فقط، هم كانوا 48 ساعة، لكن علشان اللجنة قفلت ابوابها يوم السبت فانخفضوا 24 ساعة. هم لعبوا على عنصر التوقيت بس، مش انه ما قدمناش غير 24 ساعة. ومع ذلك يا أستاذ أيمن رحنا لهم بحكم قضائي ساعتها بيقول إن الذي اعتمدت عليه لجنة الانتخابات الرئاسية في استبعادي ده لا يرقى لأن يكون ورق ولا مستندات ولا أن يعرض أمام القضاء ولا عبرة به ولا قيمة له، يعني إهانة. أنا لو كنت مكان المستشار فاروق سلطان والمستشار حاتم بجاتو واعضاء اللجنه كنت استقيل بالكلمتين اللي الحكم القضائي دول. طيب حازم، كان هناك تصرف اخر من الممكن ان يجعل حجتهم داحضه. بقول لحضرتك 24 ساعه اذا ما قدمت ورقه او جرين كارد او 24 ساعه ما يكفيش تروح امريكا وترجع للراي العام وليس يعني لا اللي بعد كده ظهر ده حاجات. ما هو بعد كده لا، ده احنا بعد كده نتحدث عن الراي العام وليس عن الشان القانوني. لا الراي العام، لان هناك من ينظر انك خسرت كثيرا. يعني انا ما يهمنيش بعد هذه خالص، بس انا لا هذا الكلام الرأي العام سيرى. انا معايا، انا زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا قضيتين منظورتين الان قدام القضاء ومنهم وسيرى الناس عجبا. انا معانا اوراق دلوقتي، الاوراق توفرت خلاص، رحنا وجينا و24 قرارات معانا. فطبعا لا، الرأي العام سيرى وسنلاحق هؤلاء، وسيأتي الوقت اللي تشعر ان هم ملاحقين. طيب نتيجة يا سيدي القانون ربما لا يقنع الرأي العام. يعني مثلا هناك من ينظر لا أنا لازم أخدها إلى من برئ من قتلة المتظاهرين. لا بالقانون. أنا رجل قانون، لابد أن آخذ بيميني إن شاء الله تعالى حكما قضائيا وألاحق من فعلوا هذا وأدخل وراءهم جحورهم. نعم، بثغرة قانونية تصل إلى ما تريد. يعني إيه ثغرة؟ لكن الثغرات دي أحكام. نحن نتحدث عن إقناع الرأي العام وليس عن السند القانوني الذي تحصل عليه، لأن ممكن أن تحصل على سند قانوني غير مقنع للرأي العام، مثل البراءات التي حصل عليها مثلا قتلة المتظاهرين من وجهة نظر البعض. لا، قتلة المتظاهرين لما يحصل على براءة بيحصل لأنه النيابة لم تحقق القضية دي، قضية جنائية. إنما في القضية المدنية لما أخد 1,000,000 جنيه تعويض من المستشار فاروق سلطان مش هيبقى ده بناء على ثغرة قانونية. بس طيب يعني ألم يكن إظهار جواز سفر مثلا للوالدة ما بقول لحضرتك يغني عن ذلك كله؟ طب ما هو دلوقتي احنا أظهرناه خلاص، ما احنا أظهرنا الجرين كارد والجواز سفر والحاجات دي كلها. ما هو بقول لحضرتك إن هناك الآن قضيتين منظورتين بالفعل وسيصدر فيهم أحكام. دي ظهرت المستندات دي، ولكن كان في هذا التوقيت غير هذه المستندات في أمريكا، تروح تجيبها منين وتيجي إلى في التوقيت اللي هو 24 ساعة بس. ده هي كانت المشكلة، هم لعبوا على الوقت 24 ساعة. إنما احنا وصدر لنا حكم قضائي بعد كده بالإقرار بهذه المستندات. بس على كل حال أنا اللي أنا عايز أقول لحضرتك إن هذه المستندات عندما أصلا إيه اللي مخليني مأخر بعض المستندات من الظهور؟ إن هم لو عرفوا إيه نوعية المستندات اللي موجودة هيتخذوا طريق معين في المحكمة أنا مش عايزهم يعرفوه سلفا. إنما المسألة مقررة ويعملوا وهنشوف، أدينا إحنا وهم والزمن طويل يعني إن شاء الله. ومع ذلك لا تهمني قوي على فكرة النقطة دي، بس عشان الناس يحسوا بطمأنينة لازم أوصلها لآخرها بس. إنما الموضوع بالنسبة لي عافاني الله بسببه. سؤال أخير، هل سترشح نفسك للبرلمان إذا ما عدت؟ لا 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 لا، لأنك ذكرت أنك ستشكل اكتساحا في البرلمان القادم. كنت لا ده الحزب. الحزب لا وليس الحزب يعني نرجو ذلك، نرجو ان احنا يكون عندنا اصوات كويسه ان شاء الله. هل من الممكن ان ترشح نفسك مره اخرى للرئاسه؟ لا يعني انا لم اخذ انتخابات الرئاسه الا اضطرارا لما وجدت التيار الاسلامي رافض ياخذها
والتيار بتاع النظام القديم بيحاول يوصل مرة تانية، ومفيش الميزان ما فيهوش كده، ما فيهوش غير كده. في تيار الفلول ولا حسني مبارك ولا النظام القديم هيوصل تاني، والإسلامي مش راضي، والباقيين ما لهمش قوة فخطوها اضطرارا. فأنا في الانتخابات القادمة يعني أرجو ألا يكون هناك اضطرار آخر، إنما طبعا إذا حدث اضطرار آخر نعيد الكرة. لكني أسأل الله أن الدكتور محمد مرسي ينجح نجاحا مكتسحا، نجاح منقطع النظير في سياساته، ويصبح رئيس جمهورية أدى إلى سياسات ناجحة، فتأتي الانتخابات القادمة وإحنا مجمعين قلبيا كلنا على إعادة انتخابه. وكذلك في برلمان، أنا لن أرشح نفسي مش هرشح نفسي وأنا في مجلس محلي، أنا مش هرشح نفسي إن شاء الله، يعني هكا الله أعلم بالغيب، إنما ده اللي أعتقد، الله أعلم، يمكن أرشح نفسي في كل حاجة ما حدش عارف يعني. على مدار ساعتين تقريبا ساعدنا، والله ده من أجمل الحوارات الحقيقة اللي أنا يعني ما أعرفش ليه اتبسطت النهاردة، يمكن عشان على أنغام ميدان التحرير، لكن الحقيقة الحوار في منتهى الجمال، وأنا سعيد بيه سعادة بالغة. هو بالتأكيد الكرسي كان السر طبعا. أشكرك الكرسي ده هو عوض عن كرسي الرئاسة. شكرا جزيلا سيد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، شكرا جزيلا لك. كما أشكركم مشاهدينا الأعزاء، ودائما على وعد باللقاء. شكرا لكم والسلام عليكم.